السلام عليكم. السلام ورحمة الله وسهلا. طبعا أحب أبدي وياك أستاذ فارس. أنت تحب نسميك فارس فارس. لو بابيتو؟ فارس أحسن. شو كنت حصلت اسم بابيتو؟ من المطعم الإيطالي من فتحته أي. فالناس ما تقدرين تقولي لهم أنا اسمي فارس. أي. لازم تسمين لك اسم إيطالي. زين شنو معناه؟ بابيتو يعني الفارس. الفارس. وأنا اسمي يعني فارس. السيم. نعم. جود. أستاذ فارس، نريد نعرف حياتك بحياتك بالعراق، وين بدأت، وطفولتك، عائلتك بأي منطقة ببغداد؟ أنا من ولادة 1968 العراق بغداد. العراق زاخو كردستان. وبعدين انتقلنا إلى بغداد، ومن انتقلنا إلى بغداد هناك طفولتي كانت بمنطقة العقاري شارع فلسطين، وهناك ربيت ويا الجيران والأهل وكنا نروح مدارس. كنت من طلاب مدرسة المأمونية النموذجية اللي كانت من الأول المدارس بالعراق. هسه اليوم طلاب المأمونية كلهم يتذكروك إن شاء الله. يتذكروني يا تسلمين. إن شاء الله. وطبعا أبويا سجلنا كل بيتنا. عندي 5 أخوان وأخوات وأني أكبر الكل، وكنا من خريجين مدرسة المأمونية النموذجية. فوالدي اختارها لأنه قريبة على المحل. أبويا كان إنسان بسيط، بدأ صاحب مكوي كان بالوزيرية، والمكوي مالته اسمه مكوى غرناط الحديث. فأتذكر من كنا نطلع من المدرسة ونجي، طبعا من الصف الأول ما خلاني أشتغل، من الصف الثالث بديت أشتغل ويا أبويا. فأول شيء ما بديت بالمكاين أنظفها صلحها عطل شوي 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 شوي. كل ما أكبر أشغالي وأعمالي تكبر ويا أبويا، لحد ما فد يوم شفت نفسي عمري 14 سنة إنه والدي يقول لي تشتغل ويا هذا المصلح حتى تتعلم شلون يصلحون مكائن الكوي. وأنا كنت دائما يعني ذكي، يعني كان يشوفني والدي يعني دائما أسبقهم. يعني أبوه على الكهرباء يسوي الوايرات مال المكاين، مرت الأخ أبويا ما يخابرهم، أنا أسويها، مع العلم كان عمري صغير. ما شاء الله. إيش قد عمرك أنت؟ كان عمري 14 سنة. فكنت معروف يعني أنت هسه شغلك هنا هو امتداد لشغلك اللي كان لأبويا. بالعراق؟ نعم. كل إنسان ناجح بعمله هو الأساس ماله. فعلا. إذا يجي ما يعرف يشتغل بالعدة ياخذ له سنين هواية. فأنا كنت أشتغل بالعدة بجميع مجالات العمل. اشتغلت ويا أبويا من ناحية البلامين وتأسيسات المكاوي. وبعدين شنو البلامينج بالعربي؟ بالعربي يعني صحية. تأسيس صحية. كنا نأسس بيت كامل. أيام زمان من كنت بالعراق، بعد ما خلص من أبويا كنت أسوي تأسيسات. أبويا كان يدزني للجيران، كان اكو مطاعم بصفنا. أتذكر مطعم أبو غسان ومطعم توفيق، هذول كانوا يمنا ناس فلسطينيين جيراننا بدوا محلات منطقة بالوزيرية. فكنت أنا أسسهم المحل كامل. فأول بدايتي أخذ الفلوس إنه من تعبي independent، يعني بدون مساعدة أحد. ومنها بدأت انطلاقتي. كنت أثق بنفسي شلون أقدر أسس محل، أقدر أسس بيت، أقدر أسس دراي كلينر كامل. فمن اشتغلت ويا والدي كل السنين كنت أشوف والدي ما كان يخليني ألعب طوبة، ما كان يخليني أطلع ويا أصدقائي. قلت ليش يعني والدي ظالمني من هذه المجالات اللي أنا أريد أترفه بها. بس هسه ذكرته، هسه ذكرت أبويا، ذكرته بآخر أيام من كان طبعا توفى والدي بسنة 2012. دي يقول لي أنا اعذرني وسامحني لو أنا كنت قاسي عليك من كنت صغير، ما خليتك تروح لا سينمات ولا مرافح يعني تلعب ويا أطفال. بس هسه أنت واحد بألف ما يخاف عليك. وذكرت كلامه صح. إنه علمني كل شيء، علمني. يعني أنت مع إنه هسه الآباء يخلون أبنائهم يشتغلون وهم صغار، لو مع أنه يخليهم يركزون بالمدرسة، لو مع أنه يخليه يشتغلوا ويدرس، لو هذا ممكن يشغله عن دراسته أو طموحه؟ أنا أشجع كل أب يخلي مو ابنه بس يدرس. إذا بس يدرس يدمره، لأنه محتمل ما ينجح بالدراسة عند المهني. فيدرس ويعمل بنفس دقيقة أي مجال يحبه الطفل. يعني مرات أطفال يحبون مثلا بينتين، يحبون صبغ سيارات، يحبون صيانة ميكانيك سيارات، فيخليهم يشتغلون يدرسون ونفس الوقت. هذا يأهل الواحد من يكبر ما يحتاج
يعني دائما يكون عنده حرفة. عنده حرفة، واللي عنده مهنة يكون ناجح بحياته دائما. يعني ايش تتذكر من ايام سوري قاطعتك؟ نعم. أنا من كان دائما يقولوا لي أنت 7 صنايع بس البخت ما كان ضايع. إن شاء الله ما ضايع. أي والله الله يسلمك. أنت شنو الصنايع هسه مالتك؟ 7. أنا 7 أولاً بلامين. خلينا نعدها 7 هن لو 7. صدق 7 يعني؟ 7 نعم. exactly 7. يعني فعلا ينطبق يعني صدق انطبقت عليه المثل، وأمي تقول هذا 7 صنايع بس البخت ما ضايع. إن شاء الله يا رب. أي والله. شنو بالله الصنايع؟ أولاً البلامين التأسيسات. أنا طبعاً من خريجين كندا لايسنس بلامر درجة الأولى وغاز فيدر يعني الغاز هم من يعني لايسنس. أخذت اعتماد بكندا. نعم. بهاي نعم. بهذا نعم. الحرفة. أنا يعني عندي يعني اشتغلتها بالعراق نعم. كحرفة. حرفة. وجيت لليونان. باليونان أخذت شهادة بيه. باليونان لا هناك تطورت غيرت سياسة العمل كلها. العراق يختلف. العراق البواري مالتنا حديد، باليونان كان بلاستيك ونحاس مثل كندا. فمن جيت هنا اشتغلت ما كنت أعرف لغة، شغلوني بس جمعت ساعات وأخذت اللايسنس. ومن أخذت اللايسنس هنا أنا كنت كلش فرحان. ثاني يوم قلت للبوس مالتي اللي هو صاحب العمل، قلت له راح أفتح بزنس بوحدي. ما شاء الله. قال يعني عرفت بس تاخذ اللايسنس راح تطلع من عندي. اي والله. هنا انت قد بقيت تشتغل بهذا المجال يعني؟ اول 6 سنوات. طبعا. يا سنه وصلت كندا؟ هنا انا وصلت كندا هنا تقريبا سنه 99. نعم. قديم كلش. قديم يعني 99 وصلت هنا. بس انت طلعت من العراق بال 94. نعم. وجينا يعني للاردن. زين يعني ايش قد وقت اخذ اردن. هسه انت المسيره مالتك نعم من العراق اردن بال 94 طلعت. نعم اردن. نعم اردن. بقينا 9 اشهر بالاردن، اشتغل بالاردن. انا كنت اول عراقي اسوي صيانه المكان الكوي بالاردن، ماكو عراقي شغل هناك. انا كنت اشتغل وشغل 8-6 عراقيين وياي همين. وطلعت من هناك رحت تركيا، كان عندنا فيزا لتركيا. وبعدين من تركيا جينا لليونان. وباليونان هناك كانت شويه صعبه اللغه. أنا أتكلم اللغة اليونانية هسه بطلاقة. وبعدك تتذكرها اللغة؟ أحكي طلاقة يوناني ما أقدر أنساها. ما شاء الله. يعني أنا من أحكي مع يونانيين ما يعرفوني يعني عراقي. كنت أشتغل لأن وصلت صغير. وصلت شاب، كان عمري تقريبا 26-27 سنة. وكان معي 3 أطفال. وأطفالي كانوا بسرعة لكفوا اللغة وكانوا يعلموني هم ويترجموا لي، فتعلمت سريع وياهم. زين. وبعدين من اليونان بقينا تقريبا 5 سنوات. جينا من اليونان لإيطاليا. بإيطاليا هم اشتغلت، هم تعلمت اللغة الإيطالية. بيا سنة بإيطاليا؟ بإيطاليا احنا جينا تقريبا 96. 97 رجعنا مرة الآخر لليونان. أوراقنا طلعت من السفارة. وبعدين جينا هجرة لكندا هنا كفالة خماسية، ساعدونا أقربائنا نجي هنا. فمن جيت لكندا مثل ما قلت لك اشتغلت يم ناس وتعلمت أول شيء اللغة، لأنه اللغة هي العامل الأساسي نجاح الفرد هنا بكندا. والمهنة. كيف أخذت منك اللغة؟ اللغة أني ناس كانوا يروحون مدارس ما تعلموا. صح. أنا كنت أتفرج على التلفزيون، أتفرج أفلام كرتون، كنت أتعلم بالعمل، احتكاكي مع الناس. يا سنة هنا أنت وصلت كندا؟ 99. زين. بعدين أنا قمت أحكي إنجليزي سنة 2002 طلاقة 3 سنوات. زين. وبعدين من اشتغلت بالبلامين مع الصحية أخذت الشهادة مال البلامين، فقمت أخذ شغلات لحسابي. بديت بيوت محلات وعماير، عمارة كاملة 30 طابق أنا من فوق لجوا أسسها كامل بلامين. زين شلون قمت توصل للأشخاص اللي مثلا أنت بديت هسه هنا يقول لك مجتمع غريب علي. نعم. يعني من أبدي ما أقدر رئيسا أروح أسوي، أنا شفت هواي ناس نعم. يسوي الشركة ورا فترة يسدها. نعم. لأنه شلون يوصل للمجتمع الكندي؟ هو جاء من مجتمع ثاني. يستعمل برافو. إذا هنا عندي راح تنطينا أسرار. هذا سر واحد من الأسرار. إذا تشتغل هنا وتقول بكندا يعني تقول مثلا أني اسمي فارس وتشتغل عندك شركة، وين أنت من العراق؟ صعبة يعني ينطوك الأشغال الأعمال اللي تريدها. صح. بس أنا أثبت لهم أنه أني مو بس من العراق. يعني أنا كنت عايش بإيطاليا وكنت أحكي إيطالي وكان عندي إقامة إيطالية، فشوفتهم قلت له أنا إيطالي يعني أقدر أحكي إيطالي. فقاموا ينطوني أشغال على اسمي الإيطالي، وجربت على اسمي العراقي كان ما ينطوني. يعني هم يفرق الاسم طبعا. الاسم يفرق، عامل أساسي. زي هسه أنت هنا معروف بالمجتمع الكندي أو بمجال الأعمال.
بها اسم باسم بابيتو. نعم زين. الاسم الإيطالي، والاسم العراقي معروف من الجالية العربية والعراقية. بس بافيتو أسهل حتى عندي ناس فارس هيك تحس اسم كبير يعني بس رغم يعني 4 حروف بس تحس الحروف كلها قوية. نعم. ووالدتي أبد ما قبلت تخليني غير اسم، فدائما تعاملني فارس وقال أنت فارس. يعني والدتك طبعا يعني. أنا التقيت بها. نعم. يعني سعيدة كلش معرفتها. الله يسلمك. لأن نسواننا العراقيات يعني الأصيلات. نعم. فعلا أول ما شفتها الترحيب طبعا لفت انتباهي شغلة. نعم. الترحيب مالتها أول ما وصلت البيت من الباب يعني مو والله مال بغداد مال بغداد ومن ودعتني واقفة لحد ما انتظرتني أشغل السيارة وألوف وأمشي يلا دخلت خطأ يعني قد قلت لها لا يا والدتي هيك يا والدتي اللي هي سبب نجاحي أنا أحسها كلش مأثرة بحياتك. هي والدتي هي طبعا أنا وقعت 3 مرات، واحد يحكيها صدق يعني. طبعا 3 مرات وقعت ليش؟ من تاخذ مقاولات كبيرة أكبر من حجمك أو تشتغل مع ناس بالغلط تخسر. فعلا. وأخذت دروس يعني الإنسان اللي ما يوقع ما ينجح ترى. فعلا صح. وأنا قمت أتعلم من أغلاطي ومن الأغلاط اللي أنا غلطتها بحياتي. فدائما أعلم على الجالية العربية والعراقية أقول لهم لا تغلطون الأغلاط أنا غلطتها، وأريدهم ما يغلطون وما يتأثرون ولا يتبهذون البهذلة أنا اللي بهذلتها. أنا مو سهل صعدت هيك يعني. فأول ما بديت وأول شيء دعوات أمي كانت إلي، كانت ابني قول يا الله وتوكل بالله، وكانت تعطيني الصبر وساعدتني بآخر مرة من أنا خسرت كل شيء. والدة ساعدتني وياي، بديت شوي شوي أشتغل وساعدت صاروا عندي. أنت يعني العفو للمقاطعة يعني أنت شنو الأماكن اللي وقعت بيها 3 مرات يعني؟ بزنس نوع العمل يعني؟ العمل نعم. يعني نوع العمل مختلف، يعني عمل مختلف لو انت تشتغلين لو توصل وتوقع تشتغلين مع مقاولة والناس ما يدفعوا لك تخسرين كل فلوسك. زين. وهي كانت عندها إمكانية مادية جيدة؟ من هي؟ والدتك؟ ولا مو ساعدني بالفلوس، ساعدني بالصبر وتعطيني صبر بالدعاء. أنا شفتها طبعا أنا استغربت. نعم. أريد أسألك شيء يعني. نعم. بخصوص الديانة المسيحية. نعم. بيتكم حسيته متحف. أيضا جميل جدا مثل يعني. وأني تفاجأت بموضوع اللي حكت لي الوالدة على الصلاة. نعم. إنه هي تصلي 3 مرات باليوم. نعم مالتي هيك. وتقول أقعد بال5 الصبح لل7 أنا أصلي. صحيح. يعني أنا إحنا اللي نعرفه بس بالإسلام عندنا الصلوات اليومية. نعم. إحنا نعرف إنه الأخوة المسيح عندهم بس الأحد يمكن القداس أو الصلاة ما أعرف. صح. فالناس ما تعرف هاي المعلومة. أنا من الناس اللي نعم. عندي معلومات ومختلطة ويا ناس. نعم. بس أنا ما عندي هاي المعلومة عن يعني تحديدا الناس. عندكم ناس متدينين، شلون إحنا عندنا نعم. الناس المتدينين نعم. بالإسلام. نعم. نفس الشيء. والدتي هيك. فأريدك تحكي لي على هذا شلون أثر في حياتك. يعني عندك عائلة متدينة أنت. نعم. وجذور العائلة المتدينة. نعم. أنتوا مثلا والدتك أنا اللي حسب ما عرفته هي من زاخو. نعم. ووالدك من البغداد. أريدك إيش تحكي لي هاي التفاصيل على الجذور حتى نصعد إلى. نعم. طبعا الإنسان اللي كان سبب يعني تدريبي وهذا ووصلني هالمرحلة هو والدي. بس الإنسان اللي كان يساعدني ويصبرني ودائما يطمني فد يوم راح تصعد فد يوم راح توقف هو والدتي. طبعا أنا أفتخر بها وأول ما تمكنت وصعدت إنه شفت نفسي أقدر أشتري أول بيت إلي وثاني بيت ما نسيت أمي. اشتريت له بيت اللي هو يمكن يناسبها بكل الشغلات تريدها يشبهها فعلا. وسويته رينوفيشن يعني سويته تصليحات بيه ورتبته بيته. يعني قلت لها ماما هذا كفيك هذا البيت؟ قالت لي ابني هذا 5 غرف بس هم اريد 5 غرف. شفتي 5 غرف اعتقد فرتك بالغرف شوفت لك اياها. فرتني غرفه والله انا كلش انعجبت. قلت لها انا اريد الجراج. فبعدين قامت تاخذ الجراج من عندي همين. قلت لها ما يخاف ما باخذ البيت كله. زين. والدتي هي من جيت اني وقعت باخر مره ساعدتني انطتني الصبر. طبعا اني كنت ساكن ويا امي لانه خسرت كل شيء حتى بيتي. وبعدين من خسرت بيتي وخسرت اللي املكه خسرت عائلتي. لانه زوجتي كانت كنديه
من اني شافتني خسارة وقعت، مو هي مثل العراقية تسند مع زوجها مثل للوحة، احنا لا. صح. فقالت لي انت خسرت كل شيء واحنا عندنا طفلة بالنص ولازم تأمن على مستقبلتي، انت خسرت مرتين، فاني راح اخذ بنتي واروح. طبعا اثرت هوايه. امي انطتني الصبر، قالت لي مو هي اخر وحده، اوقف على حيلك. وصح، كانت بتاثيري هذا وباصراري لازم فد يوم اكون اني من واحد الناجحين هنا بكندا. وبدا هذا الاساس هذا، وبديت بعامل واحد ولهسه الحمد لله 123 عامل عندي. واكثر من 5 شركات ما شاء الله يشتغلون عندي. والعمال اللي يشتغلون يمي طبعا الجالية العربية والعراقية، وأنا أفتخر بيهم. طبعا دائما صاحب العمل شلون ينجح؟ من يزرع الحب والحنان بين عماله. إذا عماله يحبوه هو ناجح، إذا عماله يكرهوه بحياته ما ينجح، لأنه ما نجحوا. أنا شفتها. هسه أني كل مرة أجي للمحل وأي بزنس مالتي ألزم العمال من أصغر شغلة يشتغلون، من هذا اللي يغسل مواعين مثل المطاعم مالتي، أروح المطعم اللي يغسلون المطاعم يمكن يسمعوني إذا يشوفوني وديهم أبوسهم واحد واحد وحضنه واحد واحد. فعلا أنا شفت علاقتك بالعمال، مو بس بالعمال، أنا تفاجأت علاقتك حتى بالناس اللي تجي بالمطعم. نعم يعني واحد واحد أتقبل أبوسه. بس يعني بعالم الأعمال المعروف إنه الناس تكون دقيقين. انت ما عندك هاي الدقه. لا ما انت عندك الكرم العراقي بعده. يعني ما اقدر غير انا جيت طافيه الكهرباء. يا عم طافيه الكهرباء شفتيها صدفه طبعا. عائله رادت تطلع قالوا لك يا الكهرباء والكارت لازم ندق الكارت، انتم اكلوا وطلعوا وراهم العائله ندفعون. عرب وعراقيين من عندنا يعني دائما وياهم اسهل الجاليه ويانا، فالناس كلها تعرفني منو اني. وبهيجي عرفوا. هسه هذول نفس العائله اجوا ثاني يوم دفعونا واجوا مرتلخ ومرتلخ لانه عرفوا منو اني. فعلا. فدائما احنا ترى العراقيين اهل كرم وين مذبينا، ما نقدر نغير يعني سياستنا. ما قدرت يعني تغير صفاتك؟ اكو ناس ما غيرت من طباعها كذا. الخارج ما غيرني ابد نهائيا، ما غيرني. يعني مع العلم انه اني اكثر واحد محتك ويا الاجانب. من 3 دول. لاحظت هذا الشيء. يعني اللي اختلط ويا الايطاليين واختلط ويا اليونانيين. ومن زمان طالع يعني ما نزعت جلدك. ما غيرت كل حياتك. ما اقدر انسى العراق. صفاتك. ما قدرت انسى العراق ولا بغداد ولا كل شارع من بغداد. لاني كم مره رايح لبغداد؟ والله من يوم طلعت من العراق لهسه ما راجع والله. ليش؟ لانه من طلعنا الجوازات مالتنا ضاعت. زين. وبعدين هنا يعني بقيت بالبزنس وبالعمل وما صار عندنا مجال، واهلي كلهم طلعوا. زين. فما كان عندي اهل حتى ازورهم هناك ببغداد. بس يعني يمكن راح تنصدم من ترجع. اي يعني انت طلعت بالتسعينات وكان حصار. نعم. هسه الوضع مختلف كليا. والله انا دا شاهد بالتلفزيون دائما اباوع. كانت المناطق اللي تعجبني مثلا باب الشرجي، باب المعظم، بغداد جديدة. فشوفهم بالتلفزيون ماي جاد صار هواي ناس هواي زحمة. والله أنا مشتاق لبلدي، وإن شاء الله هاني بشهر 11 أجي لبغداد. شهر 11 إن شاء الله. ما شاء الله كلش قريب. إي والله بشهر 11 أنا رايح الأربيل. أنا مشتري بيتي بأربيل. بيت كبير اشتريته بكردستان. إنه هذا بالصيف أريد أزوره هناك أقعد. عندك أقارب بعد بأربيل؟ لا والله ولا واحد عندي بأربيل. بس هم من الجالية الكلدانية والمسيحية هناك. أقاربي بزاخو. زين. بس أنا بس يعني قريب على أربيل يعني عنكاوة. يعني منطقة يعني عنكاوة. ومن هناك أنا أريد أروح بغداد، أريد أشوف المنطقة مالتنا والشارع مالنا والأهل اللي عفتهم بسنة 94 عفوا لحد الآن. شلون صاروا؟ أكو بعد من أهلك هناك؟ أقرباء عندنا شوي أقرب. نعم. قسم من أولاد العام وأقرباء عندنا بعدهم بقوا كانوا حالتهم ضعيفة ما قدروا يطلعون. زين. هسه ننتقل. أريد أسألك عن شيء خصوصي جدا. نعم. يعني الناس تشوف أستاذ فارس من برا. نعم. وتشوف الكرم وتشوف شخص ملتزم. نعم. وطبعا أنا اللي عرفته من الوالدة أنت جدا ملتزم. نعم. يعني لا تشرب، لا ما أعرف شنو، لا تسهر، لا تقعد كازينو، لا ما أعرف إيش بحياتي. مع العلم أنت هم بكندا صار لك كلش هواية وهم إنسان مسيحي. نعم. فالمفروض عندك حريات أكثر. نعم. بس أنت يعني إنسان ملتزم. نعم. بينك وبين نفسك لأن متعود على هاي الحياة. نعم. زين.
بمن تأثرت بموضوع الارتباط؟ أنا سألت الوالدة قلت لها أبو فارس متزوج أكثر من وحدة؟ قالت لا وين هو واحدة بس هو طالع عليكم على المسلمين متزوج أكثر من وحدة. أمي قالت لي والله هذا السؤال. طبعا أنا تزوجت صغير بنت عمي، والزواج مالنا كان يعني تعرفين الزواج احنا صغار، أنا كنت 18 سنة وهي كانت 17 سنة، فبدون خلافات تركنا واحد الآخ باليونان لأن أول ما طلعنا، وهي جت هنا ولحد الآن ماكو مشاكل. أولادي الثلاثة وياها ما شاء الله كلهم كبروا، وعندي 4 أحفاد ما شاء الله. من عندهم من الأولي أي كلهم ولد، كلهم ولد يعني ولد. أنا كان أريد ولد جوني كلها بنات. فالثاني من عفت زوجتي الأول وحدة بقيت إنه ما قدرت بعد أتزوج من الجالية مالتي، يعني مثل واحد اسمه راح يعني ما حد قام ينطيني مرة يقول لي أنت عراقي وتعرف زوجتك شلون نعطيك مرة. وبعدين خربت سمعتي خربت عافية على قولة هذا مثلا. فتعرفت على واحدة أجنبية وصار عندي منها بنية هسه، وهاي تشامبيون. أنا أولادي كلهم من الناس تشامبيون يعني بطلة. تشامبيون بطلة كندا هنا. شنو؟ بالهوكي جيم. نعم. وبعدين ما اتفقنا. بس هي عندي زوجة الثالثة، مو قلت يعني من عندكم هاي الثالثة هسه تدرس طبية تصير بلاستيك سيرجري، تصير دكتورة ما شاء الله. وبعدين بالأخير اجاني هذا آخر واحد العنقود اسمه جاستن، هسه عمره 9 سنين ونص، راح يصير 10 بسبتمبر. هذا دا أدربه ودا أعلمه شلون يصعد وشلون يتعلم يصير ناجح مثلي. هو كلش ذكي، الله انطاني بطفل كل المواصفات اللي بيه يمه ما شاء الله. شلون تعلمه بالله؟ طينا يعني دائما اجيبه وياي للعمل، خطه اودي وياي للشغل، اشوف المكاين، اشوف العمال، شوفوا شلون يشتغل. هو عمره 9 سنين يسوق الرافعه هذه، يفرها، يحمل وينزل بنفسه. عندي فيديو وياه كلش ذكي. فهو يحب المهنه مالتي. يشوفنا من نشتري بيت ونصلحه ونبيعه يقول اجي وياك اشتغل وياك. ايش قد تنطيني بالساعه؟ كم ساعه اشتغلت اليوم؟ فهاي يقول لي اياه حتى وانا اشجع انطيه ويحس بقيمه الفلوس. يحس بقيمه الفلوس. نعم. طبعا. وبعدين ناس هواي سالوني قالوا ليش انت مسمي ابنك جاستن؟ قلت لهم يابا انا ما اخلي بخاطرك، جاستن بالانجليزي وجاسم بالعربي، فخلي جاسم وصح لي ابو جاسم. سويته جاسم جاسم بالعربي وجاستن بالانجليزي. زين. يعني هسه انت ابو جاسم. ابو جاسم. زين خير ان شاء الله. ابو جاسم متزوج 4. يعني هسه اخر وحده زوجتي انه يعني وياها اني هسه هي اصغر مني ونجحت العلاقه مالتنا واحنا ناجحين هسه. اخر مره بعد امي قالت ترى ماكو. هاي الرابعه. زين ان شاء الله. ان شاء الله خلاص بعد. ما خلاص بعد. ايام حبوبه. اي الله شفتيها انت. شفتها. الله يديمها ان شاء الله. الله يسلمك. زين اريد اسالك على ماهر اخوك ماهر. نعم. انا يعني حسب اللي عرفته انه هو حاليا ما موجود، مو بكندا. نعم. ومن زمان منقطع اخبار عنكم. بس اريد افهم علاقتك شلون بماهر من انت صغير. نعم. من انتوا اطفال يعني ايش قد الفرق بينكم؟ اني هو كان اصغر واحد واني اكبر واحد. فاني كل سنه امي من تروح للمستشفى تجيب الطفل، انا اقف باب المستشفى. تعرفين قبل ما تعرفين الولد لو بنيه. فادعي من ربي ان يجيني اخ. كلها كانت تجي بنات. فيوم اللي امي جابت ولد اتذكر مثل عبالك البارحه ب 1979 امي جابت الولد وابويا كان بالمحو الاميه. من بيتنا رحت مشي وبلا نعال لابويا للمدرسه. داري بشره. فمن فرحتي جيت ابويا اقول له بابا عندي ولد، بابا عندي. فخربطت. وبعدين عرف ابويا عنده ابن وكلش فرحان باخويا. واخويا كان كلش يعني وياي، يعني اخويا كان ابويا وكان ذكي. يعني كان يصلح مكاين ويا والدي وكان يشتغل ويانا. وبعدين من طلع اخويا، احنا طلعنا قبله، اخويا طلع بعدين هم نفس الطريق مالي اجى لليونان ومن هناك راح. هو بغداد. انتوا شلون صارت الطلعه مالتكم؟ انا طلعت اول يعني واحد. الترتيب انا اول واحد طلعت. زين. بعد ما شاف ابويا طلعت قال لي ما اقدر. انت طلعت يعني تراضيا ويا الحكومه وهيك ذاك الوقت؟ يعني ما عندك مشكله لو عندك مثلا هربت من الخدمه العسكريه؟ لا يعني خلصت الخدمه العسكريه 7 سنوات. ولا يوم عندي يعني خلصتها وصرحت اخذت 7 سنوات. 7 سنوات بالجيش يعني.
زين ما نقدر زين. هي العسكريه مو كانت 3 سنوات؟ لا عن 7 ماكو تصريح لنا، وكانوا ماكو يعني تصريح كله ماكو تصريح. انت اصلا تصلح لا ماكو تصريح. تسريح ماكو. انا لبست 10/3/86 تصرحت 1993. ما مصرحين ولا واحد تصريح. ما لان كانت حرب. نعم. حروب ورا حروب. وانا يعني كنت تقريبا بغداد عسكري. وكان مكاني زين، ومن صرحت التجأت أن أخذ عائلتي وأطلع أقدر أكون نفسي برا ونعيش أحلى حياة. وهيك صارت. يعني أنت راضي، ما عندك مشكلة؟ طلعت بال94. ما عندي أنا ما عندي مشاكل بغداد وبالعراق وكلها. جيد. حلو. بس والله يعني زين، يعني بذاك الوقت فكرت إنه بس هيك، يعني إنه تطور حياتك. رأسا فكرت يعني قليل ناس بيوم وليلة يفكرون بس. أنا ب94 قررت بعد تصريحي قلت أني أسافر. جيد. وجينا وقتها كان سفر للأردن. حتى من جينا للأردن يقول لي هذا بالحدود، يقول انت ايش عندك ابني جايب وياك طحين وتمن وهذه؟ بابا هناك كل شيء اكو، واحنا ما ندري عبالنا ازمه من العراق ايش قد خجلنا. يقول قمنا ذبناهم اللي كاسه هناك يمهم. انت يعني زمن الحصار اثر بيكم؟ اثر هواي طبعا. شلون عشتوا فتره الحصار؟ والله والدي كان يعني من اتذكر من انا كنت اب يعني كنت صعب ادبر الحليب لاولادي. كانوا ماكو، كنا نروح نشتري من الدلالات اللي هم ببغداد جديد. اتذكر بالمطر انا عسكري. صح. ارجع من عسكري اروح افطر هاي خالد بيش وهاي خالد بيش. وتشوفني سوق هذا سوداء، هذا سوق سوداء. واني احب اولادي ما اريد احس عليهم الحليب. وانا كنت عسكري يعني ما كنت اخذ قد فلوس. يعني الحاله الاقتصاديه هم اثرت طبعاً. خلتك واحده من الاشياء اللي خلتك تعوف العراق. طبعا انا شفت الحاله هناك صارت كلش شوي ماكو، يعني ماكو شغل بعد شوي فلوس ماكو. يعني ما تقدر تعيش. انا عندي 3 أطفال. صعب، كلش صعب. فقررت اطلع، واني اول واحد طلعت بين عائلتي. وهو السبب اللي خلى ابويا وامي واخواتي يطلعون واخويا. وبعدين كنا صفينا بالخارج. زين. هاي الفتره اللي طلعت بالاردن. نعم. شلون كان الوضع بالاردن؟ والله بالاردن كان هواي عراقيين. واني من طلعت بالاردن بذيك الفتره شفت هواي عراقيين على طالع بطالع. يعني هم اصلا كانت هاي الفتره اللي الناس تطلع تشتغل وتدز لها تروح للاردن تشتغل وتدز عافيه. واحنا من جينا هناك اني راسا لقيت شغل. لانه هوايه محلات كوي كانوا بالاردن. وانا اثبت لهم انه اني يعني اسطى مضبوط. فانطوني شغل. انت والدك عنده كوي وانت اخذت المهنه مال الكوي واخذت المهنه مال التاسيسات. من والدي. لانه بعد شنو المهنه قلنا ال7؟ هسه قلت المهنه 7. اولا المهنه الاولى اللي هي البلامين، التاسيسات الصحيه. والثانيه صيانه مكائن الكوي وتصليحها. 3 انه التنكشي سمكري السيارات. ما شاء الله. انا اشتغل سمكري. وين تعلمتها؟ انا اشتغلت بالعراق وجيت هنا اشتغل بكندا همين. زين. كنت املك بودي شوب هنا، يعني تنكشي يسموه ديلوكس اوتو بودي. بس وين تعلمتها بالعراق؟ وين يعني؟ ببغداد اتذكر معسكر رشيد. يا زين تتذكر مناطق مشان قريب على بغداد جديده. كنا اروح اشتغل وارجع عامل، كنت ماشي صاحب محل هناك. زين. والمهنه الرابعه اللي هي مطاعم الطبخ. زين. اني طباخ من الدرجه الاولى بالاكلات العراقيه والايطاليه. شفت عندك تصوير تتبل وتسوي وتقصص وتحط. يعني طباخ يشوفوني الصبح بالليل طباخ، والصبح اني بالبناء وتعمير. تخبروا. والمهنه الخامسه هي البناء بيوت. تعلمتها الكونستراكشن وعندي شهاده البناء والتعمير بكندا. ال5 شهادات مهمه حتى تكون انت صاحب شركه بناء وتعمير. اللي هي البناء وتعمير الاجازه الاولى، الكهربائي، بعدين البلامين، بعدين الالكتريك، وبعدين الفريمين. هذول المهمات هذول. يعني انت كصاحب شركه لازم تصير عندك كل هذول طبعا. زين. انت راح تجيب مختصين كشركه، راح تجيب مختص بالكهرباء. 70% العمال ما عندهم لايسنس، لازم يشتغلوا على اللايسنس مالتي. زين. فمن تجيب العامل انت تدربه وانت تعلم شلون يوصل. راح تصير المسؤوليه على الشركه مالتك. طبعا. هي هيك. فالموضوع مختلف. نعم. زين. كمل لنا على ماهر. كنت احبه كثير. فانا كثير فرحت من اجى لليونان. والتقينا احنا من بعد فراغ. التقينا انا هو بسنه 96. زين. وبعدين من 96 احنا بقينا سويه لحد ما طلعت اني اليونان. هو طلع قبلي للسويد للالمانيا العفو. زين. يعني بليله ويوم قرر مصيره واحنا ما ندري بيه.
يا ما ندري هو الوحده ما احنا رحنا كان عايش ويا اختي وانا عايش ويا زوجتي. رحنا لقينا راسا قال قشخشي وطلع الألمانيا. منين طلع؟ من اليونان. من اليونان. شلون كانوا يطلعون هو طلع باللوريات يعني عذاب يضمون نفسهم باللوريات. اي صح بذيك الفتره. نعم. صح باللوريات. وانا بالنسبه لي جيت بحري من اليونان. هو بيا سنه طلع اعتقد بال 98. 98. واني جيت بحري. احنا جينا من موت محقق يعني من تركيا لليونان يمكن 3 مرات ردنا نموت البحر. تهريب البحر احنا جينا. هم انتم هم تهريب. اي احنا احنا جينا من تركيا. من تركيا عندنا نحكي بالتركيا كانت 95. 95 من تركيا جينا قشخ لليونان بالجزيره كالموس. العالم عبالهم القشق جديد طلع قديم. قديم من 95. بالبلم بحري احنا 3 عوائل. وصلنا نص البحر شافونا اليونانيين لحقونا قاموا يضربونا طلقات مو حيه. هذا ضمنا بالجزيره مرت الثانيه هم لحقونا. بعدين قال اجيب لهم غير طريقه. قسمنا خلانا بلم صغير ما طلع صوت. فخلصنا من موت محقق. بعدين وصلنا هناك ومن هناك شوي هناك كانوا زينين ويانا رحبوا بينا. من اليونانيين من كانوا يشوفون اتراك هذول يرجعوهم. يشوفون عراقيين يخلوهم يدخلون. زين. اي لان احنا كان بوقتها العراقي يعتبر البلد غير امن وكذا. نعم. وبعدين جيت اليونان واشتغلت بمسيرتي هناك. هم اشتغلت بالتاسيسات مال مكاين الكوي والبلامين. زين. كمل لي على ماهر. ماهر من طلع الألمانيا. زين. بقينا متفارقين اني هو لحد سنه يعني تقريبا احنا جينا كندا هو بقى بألمانيا. جيتوا بال99. احنا جينا بال99. بعدين اجى زارنا ب2008 هنا. زين. كنا فرحانين هوايه ولقينا انا مره وتزوج وما توالموا. فهو تاثر انه ما توالموا واني زعل على نفسه شلون اني اطلق وهاي. جيت قلت له بابا انت ليش زعلان؟ دباوع على اخوك. انا عندي 3 اوريدي مبدل. انت جيب لك واحده الاخر. قال لا ما يجي. زعل وراح رجع لألمانيا. ومن رجع لألمانيا من سنة 2010 لحد الآن ما عندنا اتصال بيه ولا نعرف وين هو. هسه إذا هو دا يشوفك شو تريد تقول له؟ أريد أقول له رسالة خالصة إلى ماهر. رسالة خاصة هاي الأخويا ماهر. طبعا أولا أبويا كان يدعي له أن يجي يشوفه على فراش الموت وحاولنا هواية نتصل بيه أن يجي يشوفه. وشفته الوالدي يعني دائما كان الأب يذكر اسم الابن الآخر دقائق. أثرت بيه هواية. وبعدين أمي هاي اللي تتعذب كل يوم كل ما أشوف أني والدتي انطيتها كل شيء. انطيتها بيت انطيتها سايق انطيتها سيارة خدام كل شيء انطيتها بس دائما تذكر اسم أخويا. مشتاقت له يعني ما أقدر أسوي ريبليس. الأم ما تقدر تعطي ابنها. فأقول له شوف تعال شوف أمك بآخر أيامك. الله يطول عمرها إن شاء الله. الله يسلمك. وشو تريد تعرف عنه؟ شنو المعلومات اللي تحب تعرفها عنه؟ والله أني تعيونك دمعت. تسلمي والله أنا مود والدتي والله. الله يحفظها. أريد أعرف وين أنت تشوفنا وين راسلنا انطينا تليفونك احكي ويا أمك. هي متأثرة جدا. متأثرة فعلا. هواي حكت لي عنه. ومجروحة إنه هي يعني قدر الإمكان تريد تكون يعني تسد اللي أي شخص جرحه هي تريد تسد هذا الفراغ بس ما تقدر. هو ما يسمعها. وخاصة أني محتاجة اللي أنا عندي من أكبر الشركات هنا فانكوفر وعندي ناس غربة تشتغل عندي مانجمنت وأخويا ومن واحد من الرواد اللي يقدر يقود أكبر بشركة كونستراكشن. غير أخوك تعتمد عليه. أي والله. فإذا يسمعني أقول له تعال أرجع بيتي مفتوح لك تريد بيت أنطيك بيت شركة استلم ارجع دير بالك على أمك بآخر أيامها. الله يحفظها إن شاء الله. ربي يطول بعمرها. تسلمي. أنا زعلتك. لا مشكلة. لا سوري. لا سوري. راح أشوفك مجموعة أشياء. نعم. علامات. كل علامة تشوفها هنا أكو 4 شغلات. كل علامة انطيني عنها وصف. أقدر أزمها بيدي؟ إيه. هاي العلامة. هاي علامة علم كندا. السعفة اللي احنا. شنو تقول على هاي العلامة؟ هاي العلامة مال كندا اللي احنا اللي دائما بعلمنا
يعني الفلاج اللي براذ اوف شو تقول لهذا اشجار النخل لهذا البلد. انا اقول هذا البلد اني اشكرك لانه استقبلتنا كلاجئين واستقبلت عائلتي ونجحنا هنا ببلدك ووصلنا من الناس الاوائل هنا. وانا دائما افتخر بهذا البلد اللي يعني صرت بي ناجح وسكسسفل. بس ارجع اقول وسجلتها بالفيديوهات الاخ اروح وارجع اني عراقي طبعا ما اقدر انسى بس عراقي. على الاقل كندا وفرت لك فرصه. نعم زين. بعد اكو ساعه شنو يعني لك الوقت؟ شلون تتعامل ويا الوقت؟ الوقت ثمين. الانسان الناجح ويريد ينجح دائما يحافظ على وقته لا يخليه يروح يخسره. يعني مثلا قسم وقتك. انت عندك اداره للوقت؟ نعم. عندك سيستم معين؟ نعم انا دائما الاوقات مالتي والزيارات المساعدين مالتي يسووها. قبل كنت اني انظمها بالدفتر وين اروح وين اجي. زين. بس هسه لا ينظمون عملي كامل وبعدين ارجع. يعني هسه انت مثلا بوقتك عندك شركه وعندك مطعم وعندك هواي التزامات وعندك والدتك. انا شفتك حتى مسواق انت تسوق والله اي والدتي تروح وتجي ومكان يعني طريق بعيد مو شويه. نعم. يعني تروح المطعم فد ساعه يجوز تروح الشركه ساعه ترجع لوالدتك طريق. انا شفت ما اعتقد واحد يقدر يشتغل شغلي. أنا يعني فشلون تنظم وقتك يعني بهالطريقه؟ يعني انا اشوف نفسي مرات ارجع للبيت اشوف ماي جاد اني هل هذا كله انا اشتغلته؟ طبعا هسه ازيدك من الشعر بيت انا اريد افتح موضوع التيك توك وياك. نعم يعني انا شلون تشوف شلون تلقى الوقت حتى تفتح تيك توك وبس؟ هسه طبعا انا طبعا ما كنت معروف بين الناس. كنت دائما بستار. يعني كنت احافظ على نفسي يعني ما اريد اثبت منو اني وين اني. ما اريد اشوف نفسي للناس والجاليه العربيه انه هلو اني صرت من الناس الاوائل. اني ابقى يعني حتى لو املك هالاملاك. شنو اللي خلاك تطلع؟ واحد من الرواد مال تيك توك اسمه صباح. طبعا اجى من المطعم اكل وقال هذا مطعم. قلت له قلت له عندي مطعم لاخ تجرب اجرب مطعم لاخ. بعدين وديته على قاعه الاعراس اللي انا دبنيها هسه قاعه ليالينا الاعراس دبنيها الجاليه العربيه. هي على سكات رود بسري. قال لي هاي مالتك؟ قلت له اي هاي مالتي. بعدين اجى يمي للبيت قال اوقف انت انا ما شفت واحد عراقي مثلك يملك كل هذه وانت انسان بسيط وهذه فلازم اشوفك للمجتمع اقدر؟ قلت له لا ما اقدر وما اريد وانا يعني ما اريد. بس احنا لازم نشكر صباح لان صباح اللي فتح الستاره مالتي وبيني للناس. واني اشكر صباح من كل قلبي لانه شفت ناس وشفت جمهور محبين هوايه الي. وبعدين اني بحياتي ما كان عندي صفحه تيك توك ملكي من ما عندي مجال تيك توك صراحه. فهاي صار لي اكثر من 3 أسابيع أو 4 يوميا مثل اوعد الناس ارجع لهم على التيك توك. ناس انت صرت كلش يعني بالتيك توك. نعم فمن انزل على التيك توك تعرفين اشوف ناس من كل دول العالم. أنا وقف عقلي قلت هذول شلون عرفوني؟ يعني هذا من موريتانيا هذا من مصر هذا من دول العالم كلها حتى ماليزيا. فدي يقول أنا أفتخر بيك وأنا هيك وشفنا الفيديو مالك مال تيك توك يا كل حبوني ما شاء الله. فأنا قلت لهم أنا أشكركم وأنا أحبكم. فاكو ناس الجالية العراقية أول شيء أنا أخذهم اللي هم محتاجين مساعدة. إذا أقدر أساعدهم أنا ما أقصر وياهم. شنو تقدر تقدم؟ أكو هواي مثلا أنا هسه فتحت دورات. أكو هواي عراقيين وجالي عربية يجون هنا يتبهذلون بشهرين و3 و6 وسنة ما يلقون شغل فعلا لأنه ما يقدرون يحشون إنجليزي ودي يعني يتبهذلون بإيجاراتهم ما يقدرون طبعا. فلازم يروحون على الحكومة. فاني جبتها من النهاية. قلت أنا راح أنطيهم الخبرة مالتي حتى يوقفون على حيلهم بسرعة لا يتبهذلون مثل ما أنا يتبهذلت. يوقفون يجيبون أحسن رواتب لعوائلهم. ففتحت دورة والدورة الأولى راح تجي باكر اللي هي دورة البلامين صحية تكون بالشركة مالتي بسري بريتشموند. الهيد اوفيس مالنا بريتشموند. عندي شركة ضخمة كلش تقريبا 6000 سكوير فيت مخازن ومواد وعمال. فالعمال اللي يشتغلون يمي هم يكون اندر سوبرفايز وياي يعني وندرب هذول الجيل مالنا العراقيين والجالية العربية على البلامين المهنة. الدورة 30 يوم طبعا كل ما أطول كل ما أحسن طبعا. بس أنا أجيبها من الآخر 30 يوم ندربهم ساعات هواية
تمهيل كم يقدر ساعة باليوم تقريبا 8. يعني هاي راح تأهلهم تأهلهم وتقدر تنطي السيرتيفيكيت حتى يروح لا يشتغل مو سيرتيفيكيشن، أنطي كتاب من الشركة مالنا إنه هذا عنده خبرة بالبلامين، فيقدر يشتغل بهاي الشركة كمساعد بلامر. صح. من يقدر مساعد، يعني أي واحد هسه يروح يشتغل ما يريد يشتغل ب $16 أو $17. وين يوديهم هذا $16؟ ما يقدر يعيش عائلة. بينما إذا يبدي بلامر هيلبر يعني مساعد بلامر 25 بالساعة، فغيرت حياته. أنا يشتغل 8 ساعات وأحلى فلوس. فهيك يريدون ما يتبهذلون. والدورة جهزت المكاتب وجهزت المفايلات، وأنا باكر بإدارتي هاي الدورة أول مرة أسوي دورة بكندا. يعني أنت تنطيها شخصيا مجانا لكل أهل بلدي العراقيين وجال العربية. فبعدين راح تكون 10 دورات 200، وأني أخذ الأوائل يعني الشطار أخذهم ألي عينهم بالشركة. أكو هواية you underestimate يعني ما تعرفين شنو قابلياتهم أكثر ما تتوقعين. أنا أخذهم هذولي. فليش عنده موهبة أو تعلم بسرعة، هذا أخذه. يعني الثاني أختار العمال ماتي دائما 90% أنا ناجح بخبرتي بالحق. ماكو واحد عينته أنا طلعت غلطان. صح فعلا والله. زين، هذا القلب. نعم. هذا قلب تشوفه. نعم. المن قلبك هسه؟ من يملك قلبك؟ والله تريدين صدق؟ من كل قلبي للعراق. أحب العراق. بس انطيني شخص. أمي. ما شاء الله عليك. كلهم تجيب طارية تدمع. أمي. شنو هذا التعلق؟ شنو هذا السر؟ والدتي هي سبب نجاحي صدق. يعني أنا دائما أدمع. أنا ليش أدمع؟ الله يسلمك. والله والدتي يعني مو أمدح بيها، بحياتها ما شفت واحد يكره أو يحب يحبه. دائما بالمنطقة والدتي كانت خياطة بسيطة، فكانت تساعد الناس اللي ما عنده. هسه راح يعرفوها من لما تذكرها. طبعا معروفة. كانت بحي العقاري. بالحي العقاري كانوا يصحوا له فارس. اشرب مي. اشرب مي. ارتاح شوية وبعدين نكمل. خذ نفس. احنا اليوم ضيافة عراقية. نحاول يعني قدر الإمكان. تسلمين. الله يحفظها إن شاء الله. يسلمك. طبعا قبل فترة كان عندي هارد اتاك. صار عندي يعني أزمة قلبية، لأنه أشتغل أكثر من ساعة. قبل أشتغل ويا العمال بإيدي، هسه يعني قمت شوية أشتغل مثلا 2-3 وأوقف. صار عندي مثل ما يحسوا بالعراق جلطة، ودوني للمستشفى، سووا سونار وسووها اكستاند بالهارد. ومن فتحت عيني لقيت أمي قدامي، وباو أمي وباو زوجتي. أمي تبكي أكثر من زوجتي. فدائما يعني تشجعني. هواي بتشهد عليك أمك. والدتي تحبني هواي. فدائما تقول لي من شنو يعني وقعدت وأقف. قالت ابني فد يوم أنت تكون أغنى واحد بكندا. قالت لي هالكلام. قلت لها شلون يعني؟ شو أنا 3 مرات قالت لي أنت عندك موهبة ما حد عنده. والله ألزم البيت أصلحها، ألزم السيارة. أنت طالع عليها موهوب لو على والدك؟ والدي مو هي المشكلة. شلون صارت؟ اثنينهم موهوبين. وهي صارت القنبلة بي يعني هو يعني يبيع ويشتري ويجيب مكاين. نعم. المكاين الخربانة والدي يصلحها ويصبغها ويرجع يبيعها. مو هذا اللي عرفته من عندها يعني؟ إنسان مرزوق كان والدي. والدي كان حيل إنسان مرزوق. وهي كذلك. هي كانت تخيط أنا شفت شغلها. يعني هذا النمنم هاي الشغلات اللي تلبسوها بالكنيسة. تجنن. شنو هالشغل هذا؟ قلت زين هنا يطلبون من عندك بالكنيسة؟ قالت هواي يطلبوها اصلا، يقولوا لي سوي حتى لو ليش ما كان يشتروها، بس انا ما اسوي. على فكره والدتي من تخيط ما تاخذ قياس ما جرمت. هي خبلتني لا باترون لا شيء، كل شيء ماكو. انت واقفه قياسك اخذته سكان. اي وغرفتها مال الخياطه يعني غرفه كامله. من تدخل تشوفها تقول هذا شخص خياط يعني عنده. أنا كل الاجهزه انا اشتريت لها، بس هي يعني تشتغل بس إلها يعني للبيت والناس تساعد الناس. واي ناس يجيبون يخيطون يومها ما تاخذ فلوس يعني بلاش. البدلات الطويله هذه حبيبتي بدول عنها. والدتي كانت تخيط بدلات عراس بالعراق. وانا من عرسي الاول هي خيطت البدله. هي شاطرة ما شاء الله عليها. حتى كل الأشياء اللي شفتها أنت شفتها من فرتني على ذول الأشياء مال أنا شفتها فرقتك على البيت كله. ما
ما شاء الله عليها. هي كلش فرحانه شافت واحده من بلدها وياها. حبيبتي بدور عنها يعني. انا كلش حبيتها، صار حب متبادل. الله يسلمك. هذا المفتاح شنو يعني لك المفتاح؟ المفتاح الانسان من ينفتح الباب عليه بالغنى لازم ما يغير سياسته مع الناس، ما يتغير على اهله. اني يعني انفتح باب الرزق. اني قبل ما يتوفى والدي كنت ما اربح هالقد. من 2012 اني صارت عندي مصيبه، رزق اجاني هوايه. شنو صار عندك؟ احكي لنا. بوقتها اخر ايام كنت 45 يوم قدام رجل ابويا من دا يتوفى اخر ايام. فقال لي ابني روح انا راضي عليك منا ليوم القيامه، وروح انطيك بركاتي. هذا الكلام قال لي اخر ايامه. طبعا هو والدي كان من ما راضي علي من اني اعيف زوجتي الاولى، كان ما راضي علي. والله كنت اشتغل الزم الذهب يصير تراب، ما تتوفق 3-4 شغلات ما توفقتها. بس من بعد هذا حياتي تغيرت. حسيت انه اني هسه اني بيع اشتري، وما فد يوم خسرت من يوم الابويا توفى لي هسه. يعني دائما اني استغلت الفرصه مثل كل انسان يستغلها. التجاره ترى شطاره. فانا استغلت الفرصه بالكورونا. الناس كلها تبيع انا اشتري. زين. كلها تقول لي انت شلون تشتري بابا؟ كلها تصفى الدنيا بدها تموت، كل العالم انتهى. يعني انت بدت ثروتك بالنمو اكثر شيء بكورونا؟ كورونا. اشتريت وبعدين ساعدت الاملاك، وانا استغلت نقطتي. كنت مشتري املاك وبيوت ومواد وكلها ساعدت وساعدت انا وياها، وبعدين بقيت اشتغل وياهم. فدائما يقولوا لي ابو المثل انت ايش قد تشتغل يعني كل شيء. بس اكيد انت يعني بكورونا كان عندك القاعده اللي تشتغل طبعاً عليها. طبعا عندي يعني قياس. انا هسه بكورونا نعم. هم كنت في كندا. نعم. بس انا ما عندي الامكانيه اشتري بيت بذاك الوقت. نعم نعم. او بيتين او نعم. 3. انا اشتغلت جمعت لحد ما صارت كورونا. يعني كنت ابيع واشتري. يعني انت اصلا كنت رجل غني بس بداياتي يعني بس هنا صعد مستوى الثراء اعتمدت على الازمه يعني. نعم. فهاي الازمه هي اللي انا استغليتها وساعدت. فدائما اقول للناس يقول لي انت يعني كل فلوسك جمعتها من الكونستراكشن. قلت له انا اقول لك الله محلل التجاره والنجاره وقلاب الحجاره. قلت له انا قلاب الحجاره من جوا الحجاره اجيب الفلوس. يهرب. انت زين تتذكر هواي شغلات عراقيه. انا عراقي. اي فكل ما اقول له يضحكون الجماعه. يقول لي صدق انت من جوا الحجاره تجيب فلوس. زين انت علاقتك بثقافه الشارع العراقي. نعم. بالتسعينات تعرف كل فتره زمنيه الشارع تصير عنده مفردات جديده، كلمات نعم. جديده. انت كشاب بالتسعينات بالثمانينات تصير مفردات جديده تطش بالشارع. نعم. هسه هنا انت يجوز اكو كلمات انا اكو شخص اعرفه بامريكا، هو رجل هم دكتور، هو دكتور محامي وكذا. من يروح للعراق كل فتره يقول لها شنو انتم تعلموني كلمات جديده. يتعلم كلمات يقول لي، ومره يسمع كلمه مثلا يخابرني يقول لي هاي الكلمه شنو انا اسمعها بس ما اقدر استخدمها زينه شينه، يريد يفتهم شرح عنها. فانت تفتهم هاي المفردات. هسه عندك تواصل ويا الخط الزمني الشبابي الصاعد مثلا، بحكم هسه انت مثلا الشباب الموجودين هنا هم من العراق واكو صار لهم سنوات بسيطه، وخاصه الشباب اللي يجون جدد. فدائما اسمع منهم الكلمات الجديده. عندك هسه تواصل ويا الشارع طبعاً. يعني هسه الشارع العراقي من تروح راح يصير عندك اكو فجوه، تحس بالفجوه لو تحس نفسك لا ما راح تمر بهاي. لا انا ما احس بنفسي راح امر بهاي. ليش؟ يعني انا دا اختلط وياهم. الجيل اللي يجي هنا يعني هذا كافي الاختلاط ممكن يقلل الفجوه اعتقد يعني. وهسه اني تفاجأت من اني بالتيك توك. تفاجأت يعني يمكن اكثر من 45,000 ينزلون مره واحده على فارس. شفتيني بالتيك توك بس كلها تقول عراقي واني عراقي وانت ابن والله نفتخر بيك والله. هاي يحشون امثال عراقيه واني احاول كل الحكي اللي ينحكي 99% انا افتهمه وما اريد اضيع وقتهم فاسجلها. ثاني يوم اجي يعني تشوفين المراسلات مالتي مراسل كل الناس هذول الباحث جاوبوني واحد. اشوف قضاياهم شنو. اكو ناس سهله شغلته، هذا خطيه شغله سهلته. بس اكو ناس مساعدات عوائل مش يعني انا ما قصر وياهم يعني. زين اريد اسالك على شغله انت ذكرتها من التقينا اول مره. نعم. صار عندك ظرف هنا في كندا، مريت بظرف صعب. نعم.
لمدة 2 سنين. نعم. وهذا ظرف أنا ما أريد أحكي عنه. أنت إذا تريد تدخل وتحكي عنه نعم. بكيفك احكي افتح قلبك، وإذا ما تحب عادي نعبره. بس مثلا الجملة اللي قلتها قلت من خلصت الشغلة هاي. نعم. وأخذت أكو شغلة صارت building. استلمت تعويض أو نعم. كذا. نعم. وراها قلت أنا أبقى بكندا بعد ما صار بي هيجي لو لا. فأنت فكرت إذا تحب تدخل بالموضوع ادخل. أنا يعني صارت ما أكثر من الشغلات انظلمت. ظلمي كان يعني نوع الظلم؟ يعني ظلمت كانوا استخدموا وياي الريسيزم، يعني قالوا أنت عراقي وأنت شلون تبني بيتي وأنت قلت لي أنا إيطالي. وبعدين صارت مشاكل وصارت شغلات وبعدين سجلوها بالفيديو. فالقاضي حكم بالأخير إلي وعوضني وأخذ براءتي منهم. بس أنت 2 سنين تأذيت بيهم. والدتك تأذت حيل. نعم. فبعدين تعوضت بها واحدة من العمارات اللي تملكها هذه. المحكمة حكمت لي إلها. وبعدين أنا استغلت هاي العمارة وبعدين بعتها للسيتي هول هنا. والفلوس اشتغلت بيها. وهي كانت بوقتها وراها جتي كوفيد 19. فهي كانت موجودة الفلوس. كانت موجودة. فرأسا جاب لي إياها المفتاح وأنا ساعدت وصارت يعني قمت أشتغل. هذا عوض مال هاي السنوات التعب والانتظار. نعم. بس أنت يعني هاي الجملة نعم. شنو يعني كنت فعلا تعني بها ممكن إنه هذا البلد أذاني ممكن أعوفه ذيك الفترة لو يعني هي ظروف تصير بأي نعم. بلد ممكن. يعني أنا إيش قد هنا بهالبلد يعني مدة طويلة كثير يعني أكثر نقول إحنا 30 سنة هيك طالع من العراق. ما حسيت بعنصرية ولا حسيت إنه أني فد يوم قال لي أنت عراقي بس بذيك المرة. اللي هم كانوا يعني حسيت بالتمييز. نعم. تحسن. صارت عندك مثل صدمة. وبعدين صارت عندي عبرة واستفادت من عبرتي. وما أريد أختلط ويا نفس الناس اللي صاروا هذولي. وهساني وين ما أروح أقول ماني عراقي بس بنجي المطعم مالي الإيطالي أقول ماني إيطالي. ازدهت في المطعم الإيطالي يعني تحكي إيطالي وياهم. يعني كل الكادر إيطالي. 70% كادر. التنظيف عراقيين لأن التنظيف ما يحتاج اللغة. اللوندري والتنظيف والغسل المواعين جبت كادر عراقي حتى يستفاد. بس الطبخ والسيرفيس إيطاليين. زين. أريد راح أطلع لك هاي الصور. نعم. اليوم حضرت لك شغلات حلوة. هاي شنو الصورة تعرفها؟ هاي الصورة طبعا أعرفها كل زين. هذه صورة جدي. هاي مسروقة. سبحان الله شلون وصلت مسروقة. هذا جدي وجديتي اللي هو أمي أبويا. مو أنا صح؟ أتذكرهم. تتذكر إنهم أنت شايفهم لحق عليهم؟ أنا لحقت على اثنينهم. جدي كان تدري هاي الصورة تراثية يعني. الأصلية هي موجودة ببيتكم. أنا أخذت لها صورة. الله يسلمك. بس يعني الزي مالتهم الصورة شلون مأخوذة. تدري هاي عمرها أكثر من 100 سنة. صح. الصورة. جدي هذا كان فنان القرية كلها كان تمدح بيه بتصنيع المواد والمكائن والشغلات. هو جدي ما شاء الله. وبيبيتي هم كانت من أحد الخياطات الرقم 1 كان بالمنطقة كلها. هم كانوا بقرية. تعرف اسم القرية؟ قرمة هيزاوا. أمي من هيزاوا وأبويا كان من مرقصور. وأبويا طلع أبويا توفت أمه هو صغير. أبو جدي تزوج واحدة الأخرى. وبعدين إجا لبغداد لأن كانوا يعاملوه مو زين. إجا بغداد طفل صغير. بدأ حياته كيتيم واشتغل عامل وشوي شوي جمع فلوسه واشترى مكوي. والدي مكافح. وقال لي بقصته مكافح. الله يسلمك. أنا شفت القضية مال أبوي رجعت لي مرة الأخ. فصدق اللي كان يسوي والدي أنا سويته. بس أنا أتمنى وحدك وبصعوبة. نعم. أكيد أتمنى شيء واحد بحياتي إنه أبوي هسه وياي يشوفني أقول تعال بابا أشوفك وين أني الأول بكندا بالعراقيين. بزنس مان افتخر بيه بس مع الأسف بس بقت أمي. ودائما أنا كل سنة أروح أزور قبر أبويا هاي لحد الآن. هو شو وقت يا سنة؟ 10/4 بيا سنة؟ بسنة 2012. نعم. يعني ما شاف أخوك بوقتها هو هم يعني ما هو عافى كان 3 سنين. أي نعم. الحمد لله والشكر. زين. علما تقول
تعرف هاي الكلمة شنو؟ يس أعرفها. شنو؟ هاي واحدة من الكلمات العراقية. لما ألفظها احكي بالحاسدين اللي حسدوني. شو تقول؟ احكيها الكلمة. طز بالحاسدين. نعم. طز للحاسدين. نعم. زين احكي لي. بغداد. شو وقت تجيك بهذا الخلط وانا ادخل بغداد؟ هذا سهم ادخل بغداد. ان شاء الله يا ربي. يعني اني امنيتي يا استاذ تساليني شنو تريد؟ اقول لك اريد اروح 7 ايام بغداد بس. 7 ايام؟ بس لانه ما اقدر ابقى اكثر. ليش؟ انا كلها تضيع الجماعه بلاياي. 7 ايام انت بس يومين بالطريق، ما راح يعني يومين بالطريق راحه، يومين وتعب. لازم اضبط 7 ايام بس هناك. اي يعني مو مال 7 ايام المكان. نعم. زين اريد انتقل هسه اعوف هاي الامور كلها تعوفها ورا ظهرك. نعم. قبل فتره صار العيد الوطني الكندي. نعم. وانت كنت محتفل بهذا اليوم طبعا. صح. يوم مهم واحنا كعراقيين موجودين في كندا. نعم. وبصراحه بلد ساعدنا. نعم. واخذ بايدنا. نعم. فلازم نحتفل بالعيد الوطني. صح. بوقتها صار سوء فهم. انت سويت احتفال بالمطعم. نعم. وعلقتوا اعلام نعم. عراقيه. نعم. وبها النجوم. نعم. وصارت هجمه. نعم. صح. وعلى ابو انت ناس تقول لك بعتي، ناس تقول لك ما ادري شنو. خوش ملاحظه هاي. اريدك تحكي عن هذا الموضوع. طبعا اني كنت دائما كل سنه نحتفل بالاحتفال الوطني، سواء كان بالشركه مالتي بالمطعم الايطالي كل سنه. زين. وافتخر بهذا البلد اللي وصلني لهالمرحله، ولحد الان اني ما انسى فضله. من حكومته من ناسه يعني كلها. فذاك اليوم كنا نحتفل، فاني طلبت من احد المساعدين مالتي، واني صدقيني اني ما اعرف يعني ما من زمان ما شايف الاعلام بنجمات ما طرحت. يعني ما منتبه اني. يعني انت ما تدري العلم العراقي تغير؟ ما تعرف. اي والله مش تعرف. زين. يعني واحد مختلط او يمكن تعرف بس ما مركز. ما اعرف صدقيني ما حد. يعني العلم العراقي ما تعرفه؟ ما تعرف شكله؟ اعرف العلم العراقي كان بنجمات. اي بس ما ملحق على ما بنجمات. وما شفته هنا ما بنجمات. اي يعني كله كان شوفه بالنجمات. اي صح. هنا صح هوايه كله بالنجمات. صح. فاني قلت له السائق مالي، قلت له روح جيب لي علم وتعال. اجى علقناه. اول ما سوينا على الهوائيات ورا نص ساعه جاني مسج قال انت هذا العلم القديم. قلت اوقف. راسا نزلنا وكنسلنا البث واعتذرت. يعني مش تعرف صراحه. نعم. بس بعد صور نزلت. اي والله انا اعتذرت. اكثر من شخص صور. مو بس انت. لان مكانك اصلا هو مكان استراتيجي. تيجي انا الاول ما احنا اول بفانكوفر. بصراحه قلت انا مش تعرف. وبعدين سويت اوردر الاعلام العراقيه اللي هي عندنا هنا كانت رح توصلنا. ونخلي اعلام. قررت ان اخلي علمين كبار. اول ما احد يدخل المطعم ليالينا والقاعه ليالينا للعراس. زين. والله ما كنت اعرف العلام ما بينجمات. انا بصراحه وراها يعني عرفت من عندك هاي القصه. نعم. سمعت عن موضوع يعني تبريرك للعلم. نعم. بس كنت ناوي اجيب لك هديه علم بس ما لحقت لانه سمعت بالقصه يعني قبل يومين. فما لحقت اوصي واجيب. زين انت شنو معرفتك او معلوماتك عن الصراعات اللي موجوده حاليا؟ اكو صراع عراقي. نعم. ساعه صراع يصير طائفي، ساعه نعم. يصير ديني يعني هيك. نعم. لا على ساعه يصير قومي، ساعه نعم. يصير هذا بعثي، هذا رفحاوي، هذا. نعم. انت وين من هذا كله؟ انا اقول لك كلمه من كل قلبي يعني. يعني هذه نصيحتي لكل شعب العراقي. احنا ربينا بالعراق وعشنا بالعراق وكل اطيافنا كانت واحد. ايه صح. فاني انصح كل شعب العراق ان يكونون ايد واحده. لانه اذكروا العراق من مر بازماته ومر الحروب ومر الايام الصعبه، كنا ناكل من قرصه واحده فعلا بحياتنا. ما كنا نعرف بالازمه ياكل من خبزه واحده، وبعدين من يصير عنده اموره تستعدل يقوم يطلع العتيق. انا شفت الناس يعني ناس تتغير من توصل لهيك مراحل. بس اني ادعو انا كل الاحزاب عندنا بالعراق واني يشرفوني، هم يمثلون دولتي والعراق، ان يكونون كلهم متوحدين. كلهم واحد. انا احترم كل الطوائف اللي موجوده بلا اي اسم. ان يكونون ايد واحده.
لانه احنا من نتحد كلنا واحد راح نكون دوله قويه. اي بس انت مثلا هسه ما تعرف الشارع العراقي وين صاير وين رايح. يعني السياسه ترى تاثر، تلقي بظلالها على الناس وعلى الحياه الاجتماعيه وعلى هذا كله. زين انت هسه مثلا يعني زيارتك انت صار لك 30 سنه. نعم. برأيي وبعدين تروح اسبوع للعراق. نعم. فانت ما راح تفتهم شيء. العراقيين راد له اكثر. دائما اتبع الاخبار. الشعب داخ ما يعرفون يروحون ويانا، يروح ويا رقم واحد، لو يروحون رقم اثنين. في ناس تريد تعيش، تريد ناس تعيش. فكل واحد يقول أنا أوكي أنا وياك أنتخبك فعلا. عمي بس دير بالك علينا خلينا نعيش أنا أنتخبك. بس الحقيقة ليش ما إحنا كلنا نصير واحد؟ ماكو لا أنتخبك ولا أنتخبني، نسوينا دولة واحدة قوية وكل طوائفها. هي برأيك إذا واحد قال له أنا أفيدك وانتخبني، نعم. هو يعني الناس تحتاج وكذا وتعرف الظروف المادية وهاي، فهذا مبرر انه يروح ينتخب وكذا ويعرقل سياسة البلد على مود والله هدية او على مود مصلحة. أنا اقول لا يسويها، لانه دائما الكرسي ما يدوم لحد فعلا، والمكان ما يدوم لحد. الانسان من يكون امين وصريح مع بلده وشعبه، هذا الانسان الناجح. زين. وبلا ما يقول انطيني او انا انطيك هالقد او انطيك ادير بالي عليك انت يعني شفت اني بالهذا. هذه مو سياسه انا تعلمتها بالسنين هذه 30. شفت هنا الانتخابات تكون دائما. انت هسه تنتخب هنا؟ نعم. شلون تنتخب؟ شلون تقيم الحزب وتنتخبه؟ اني على اي اساس؟ من انتخبت انا اقول ليش. اول ما جاستن ترودو انا انتخبته. اسم ابنك على اسم جاستن؟ على اسم جاستن. هو استلم الرئاسه وابني جا للدنيا. والله. اي والله. بعدين هسه ما اريد احكي بيها، بعد اريد ابدل اسمه. اللي بس وقعت بالراس. اي والله. العالم كلها تحكي عليه. اي والله. اي هسه انت غيرت رايك بيه. اي والله غيرت رايي بيه، لانه ما كان يعني مثل ما انا كان غير شكل فعلا. فاحنا يعني صدقيني انا اشوف بالبلد ترى احنا بلد عندنا خيرات الله. بس يعني انا مثلا واحد من الناس اذا اجي اطبب بالعراق واستلم وزاره من الوزارات، لو انطوني مال الدنيا كلها ما اقدر اشيد واخلي بجيبي، ولا اقول لهم يابا رشحوني حتى اني ادير بالي عليكم. لا، انتخبوني حتى ادير بالي عليكم، اني حتى اساعد الشعب كله. عندك طموح سياسي؟ صراحه الطموح السياسي قبل كان عندي، بس انا هسه كبرت، صار عندي عمري 57 سنه. اي عادي، حتى رئيس رئاسة وزراء. والله اعيفها للناس اللي يستاهلوها، بس اني من الاوائل اللي اذا قولي العراق يحتاجني اني اول جندي اكون قدام العراق صراحه. بس يعني بيناتنا يعني نعم. صراحه نعم. ما عندك اي طموح سياسي؟ ما نفكر باكر عقبه ممكن كذا تروح ترشح، او هنا يجوز تدخل في حزب ترشح؟ محتمل بكندا. محتمل بكندا دزوا علينا هنا. بس بالعراق اني يعني مفكر، يعني اني مفكر من زمان. بس منو ترجح اكثر ممكن تفوز بيها وتنجح بيها، بالعراق لو هنا؟ بالعراق. برشور بالعراق، لانه اهل بلدك طبعا. هنا أنا صعبه. بس عندك صوره ثانيه عن العراق. نعم. صدقني محتاج تروح واشوف وتشوف. نعم. ونسمع رايك بعد. نعم. ما تروح. نعم. اني قلت لك 30 سنه طالع من العراق. فمن اشوف العراق واشوفه بداخله شنو، طبعا الدنيا تغير ناس، وجيل ورا جيل يتغير فعلا. يعني احنا من كنا بالعراق بوقتها كنا ننام بالحديقه برا، ما حد يجي يقول لك على سطح، وبتطلع بالشارع مثلا تاخر السياره نام بالسياره. هسه ما تقدر بالعراق. سمعت ذاك اليوم يابا هذا يعني شويه امان صاروا ما هاليد. ليش؟ ليش تصير المشاكل هاي بالعراق؟ ايش مدرك انت ما رايح؟ لا مو انا ناس وعندنا اقرباء نعرفهم قال والله بالليل ما نقدر نطلع ب 12 الا طلع حمايه ولا شو اسمه. هاي ليش تصير هالمشاكل هذه؟ لانه بس شوف انا يعني ما شو اسمه، انا حديثا جيت مو مثلك. نعم. ما صار لي يعني انا كلامي صح. لا العراق حاليا امن. هسه امن. بس انا يعني ممكن سنوات قبل، انا احكي على قبل يعني سنوات التفخيخ. نعم. سنوات هاي اكيد ماكو امان، كانت حروب وكانت كذا. بس حاليا لا،
نعم. العراق بلد آمن جدا جدا. نعم. وحتى اكو سياحة وايد يروحون العراق. نعم. دا يشوفون انه قبل فترة شفت وحدة هي شقراء من اوروبا، وكانت قاعدة في فندق بالكرادة، وتروح تتعشى في مكان هيك على قريب على ساحة كهرمانة وكذا. نعم. ووقت متأخر، وتصور تقول أني الوقت متأخر، أني طالعة بشعري أصفر. نعم. والمنطقة مكتظة طبعا حتى 12 بالليل والعالم كأنه صبح، وطالعة آكل هاي وماكو أحد يقول لي أي شيء. فبلد آمن يعني حاليا. نعم أنا شفت آمن يعني. أي. بس أنا دا أقول هسه مثلا الناس بالشارع مثلا تطلع هذه عندك 100,000 مرة تخاف ديفرنت. بس قبل كان عندنا ما عندنا الشغلات اللي صارت. ليش يصير هالشغلات؟ يعني الناس صعبة، المعيشة صارت صعبة، غلا بالمعيشة، الناس ما تقدر تجيب، مين يجيب؟ شو يسوي؟ يعني الله يساعدها. هسه لو قبل هسه يعني هواية صعبة يعني حياة أشوف أني شوف أنا إيش قلت بس قبل هم الهدف مال البرنامج هسه إحنا اللي نسوي شنو؟ حتى ننقل للناس إنه شلون تنجح أنت بحياتك، شلون تتغير. صح. هنا صح. بس أنا عندي أهداف هواية. أنا نعم. كمعدة لهذا البرنامج. نعم. ومقدمة. نعم. عندي أهداف هواية. نعم. واحد من الأهداف إنه أصنع جسر. نعم. بين الثقافة العراقية اللي موجودة في الغربة والثقافة العراقية اللي موجودة داخل العراق. نعم. هواية من العراقيين يتصورون كندا 24 ساعة ثلج ما بيه حياة. نعم. مع العلم كندا بيه مدن هواية، ومن مدينة لمدينة تختلف الأجواء الأنواع الجوية. لأنه أنا مثلا هنا بفانكوفر وتورنتو تبعد عني 5 ساعات بالطيارة. نعم. حتى الوقت يختلف. فهناك أكو ثلج هنا، وهم عندهم صيف وهم عندهم الدنيا حارة. صح. فالناس تسمع شيء، بس هو راح تبقى الفكرة اللي سمعوها لسنوات بعد ما راح تتغير. لأن ما يعرف شو راح يصير. صح. بينما أنت من تروح تشوف وتعيش الحالة. أكو هواي ناس تسوي مقاطع فيديو وكذا، يوتيوبرز وغيرهم، دولي من يروحون أماكن. يعني أنا شفت شخص قبل هاي الأيام هو في إيران، هو شخص من مصر. نعم. هو مصدوم، يقول صورونا الإعلام صورنا مصر، صورنا العفو إيران إنه هي بلد عدوة، بلد كذا. الشعب كلش طيب، وأكلهم كلش طيب، وأكلهم حلال، وطلعوا مسلمين ويصلون. فالناس اللي تنقل أشياء مو مثل ما عينك تشوف. طبعا. وأكو عندنا مثل عراقي شي يقول، تتذكر بين الأذن والعين عين 4 أصابع. 4 أصابع يعني بين السمع يعني بين السمع وبين اللي تشوفه. احنا اثنين متايهين بالأمثال. يشرو. أي. فأني اللي شفته الوضع سابقا خب بالسنة من السنوات بالتسعينات كان تسليب مال السيارات. بالتسعينات. وأنا سيارة أخويا انباقت ولقوها بكردستان. نعم. وسيارة مرت أخويا انباقت وما لقوها أبدا. فصار كان بوق بزمن الأمن والأمان اللي يقولون عليه بالتسعينات. صح. فهو ماكو فشي مقياس ثابت، هو دائما أكو صعود ونزول بأشياء معينة. يوم نعم. الأمان، يوم نعم. الثقافة، يوم هواية متغيرات. نعم. دائما يعني هاي المتغيرات احنا نحتاج نشوفها ونعيشها حتى نعرف الصح. نعم. فالهدف من وجود هذه الحلقة وهذا البرنامج حتى الناس اللي بالداخل يعرفون ايش موجود برا، والناس اللي برا يعرفون شكو بالداخل. لأنه أنت من راح تحكي هسه أكو ناس راح تشوف حلقتك. نعم. راح يعلقولك، راح يقولوا لك عندنا كذا، راح يقولوا لك عندنا كذا، راح يقولوا لك تعال بيوتنا مفتوحة، اللي هي نعم. الكلمة نعم. الشهيرة العراقية. شفتها أنا بالتيك توك. أي. يمكن لحد الآن عندي 600,000 بيت مفتوح لي هناك. فعلا. نعم. فالأمور مختلفة. فالهدف هسه احنا نصنع جسر حتى نفهم الحالة العراقية الفريدة من نوعها. لأن العراقيين مروا بأكثر من أزمة. مثلا أنت تجي الأردني أو المصري أو كل الدول أو السوري أو اللبناني تصير عندهم أزمات معينة. إحنا مرينا بحروب، مو أزمة، حروب وحرب طائفية وحرب غيرها وأشكال وأشكال، وحصار اقتصادي وحرب إيران، كلها استنزاف. فأكيد يأثر على الفرد. نعم. بس أكو ناس طلعت قبل التسعينات، هذول عندهم قضية مختلفة. ناس طلعت بعد التسعينات عندهم قضية، يعني بعد 2003 اللي طلعوا قضاياهم مختلفة. غير شكل يعني. اللي طلعوا بعد 2010 وبعد 2014 من صارت داعش وهاي، هذول قضاياهم مختلفة. صح. اللي دا يطلعون هسه الشباب
ما يدرون احنا ليش طلعنا بالقبلهم. صح. لان هم عندهم طموحات هسه هو عنده امان، بس هو لا، صار عنده نظره طموح ثانيه، عنده طموح مختلف، يريد يغير يطور حياته. نفسه. نعم. احسنت. احنا وجودنا شنو هسه؟ حتى نواكب. نعم. اني اواكب عراقيو الداخل، وعراقيو الداخل يواكبون عراقيو الخارج. نعم. وهكذا. نعم. فاني اتمنى زيارتك ما تكون اسبوع، تحاول هنا ترتب امورك باي طريقه بحيث انت تروح مو اسبوع، فد شهر، اكثر من شهر. واني ما املك سكن هناك بالعراق لحد الان، بغداد وهذه، بس ان شاء الله سهل السكن، ابقى شهر هناك وافر. اريد افتار بالعراق، واني ناوي دا افتح يعني ان شاء الله مشاريع بغداد، وناوي لها اني بس برايفت راح تنفتح. زين شلون تفتح هناك مشاريع وانت هنا ما تقدر تعوف الوضع؟ استيراد وتصدير. من هناك معامل اشتري لهنا، يجي يصدرون للكندا، ومن كندا ادز لهم اني. زين. اريد اخذ من عندك معلومات. نعم. مثلا اي شخص هسه يفكر بالسفر والهجره، انت تنصح بهذا الموضوع هسه؟ لو الموضوع اختلف تقول له مثلا ابقى ببلدك احسن، انت عندك مثلا مهنه، عندك حرفه، عندك مشروع اقتصادي. احنا هنا تعرف المشاريع الاقتصاديه موجوده. نعم. كل شيء موجود. نعم. يعني ماكو شيء تقول اروح املي. بس الدول اللي طلعت من حروب دائما تحتاج الى اشياء جديده ومشاريع. صح. جديده. صح. وكل الجديد هو يسوي فد شيء ياثر. نعم. يعني يترك اثر ويطلع ارباح. فانت تنصحهم يبقون لو يسافرون؟ طبعا اني انصح الناس اللي اذا هو وحيد اهله وامه بس هي او ابوه بس هو هذا عندهم، ما انصح يطلع. زين. اقول له انت هنا ابقى ببلدك، لانه بلدنا هالخير. شوف لك مهنه وطور نفسك واشتغل وتعب على نفسك توصل. زين. بس اذا عنده اخوه يقدرون يديرون بالهم على اهلهم وبيتهم، مو واحد عاف زوجته وعاف اهله واجى كندا، ما انصحهم. يعني يعني الناس اللي هم مستقرين في حياتهم. المستقرين. نعم. فانت تقول عادي ممكن يسافر يشوف الوضع. ممكن يطور نفسه. نعم. بس اللي عندهم يعني امكانيه يجون هنا، فانا انصحهم بكندا. كندا بلد يوفر لك كل شيء. يعني يعطيك مجال عمل، ما تعرف انجليزي يدرسك. مريض ينطيك كارت تتعالج بلاش. هم يأثر العمر يعني من يجي هنا في عمر معين؟ انا اقول اللي يريد يجي لكندا، انا انصح الناس من 25 وفوق. من 25 يعني ماكسيموم 40، هذول الناس اللي ناجحين هنا بكندا يسوون. بس اصغر من 25 هذا يعني يضيع. خطر يضيع هذا. واللي اكثر من 40 تعبان جاي. مستنزف. خلصان هذا. ما بيحل. فهل السنين هذه الطاقة مالته ويتعلم بسرعة ويكون إنسان ناجح. زين. شنو تنصح أنه مثلا اللي يجي جديد شو يسوي؟ يعطي وجه يقول لك أول ما إنسان أقدر أشتغل. نعم. ما أقدر كذا، اللغة صعبة. أحتاج وقت. وخاصة معادلة الشهادة. نعم. دائما يصعبوها وكذا، وأنت تعادل شهادتك ينراد لها سنوات وما. نعم. تقدر. صراحة أقول لك بخبرتي يعني الشهادة اللي تجي من بلدك دائما ما تتوثق، تتعبين عليها، لازم تدرسين مرة الله من جديد من دكتور وجيبه. بس دائما الناس اللي تجي يشوفون مهنة ويحبون مهنة، هذول الناس الناجحة هنا. يعني أنا أعرف هواية يمي يشتغلون بشركة طبيب أسنان. طبيب أسنان بأفغانستان. دكتور ومحترف عنده عيادة. اشتغل يمي قبل 3 سنوات ونص، اشتغل ويانا بالتفليش مال بيوتو هذه، وشوي شوي تعلم فورمان. هسه هو يعني فورمان كامل، وده يقول أنا بحياتي ما سعيد مثل هسه، وده يجي فلوس أكثر مما كان دكتور هناك بأفغانستان. فالمهنة الحرة دائما تشتغل هنا بكندا تنجح بيها. أنا بديت بمهنة ونهيت بأخذ مقاولات، وبعدين قمت أشتري وأبيع بالأملاك، وبعدين أنا سيطرت على شركات. دائما وسع نفسك. إذا تبقى نفس المكان تقول على الله أنا يعني ما أريد بعد أطور نفسي أكثر، أنت تبقى نفس الليفل طول عمرك. صح. يعني مثلا أنا عامل يعني معيش أطفالي، معيش أكوي ناس قنوعين برزقهم، يعني يكتفي يقول لك أنا معيش عائلتي وأحلى عيشة. بس أنا أنصح لا أطور نفسك. ليش؟ لأنه عائلتك يحتاجوك. صح. بمستقبل لازم تضمن لأولادك. مش قد ما يكبر سنة يحتاج أكثر. كلية تحتاج مصاريف أكثر. ولذلك الناس اللي ما داروا بال
صاروا الضغط عندهم من أطفالهم كبروا، مصاريفهم زادت، هذا دخله نفس الشيء وأطفاله زادت مصاريفهم هواية، فما يقدر يعني يقوم يتداين للبنك، يتداين من الناس، فما يقدر. زين دول الناس اللي يصير عندهم حالات إفلاس هنا، شلون يوصل إلى مرحلة الإفلاس ينام بالشارع هوملس؟ أكو ناس هواية اللي يجوا هنا مثلا اللي أول شيء هو زنقين، قام مشوا ويا ناس مو زينة فسدوا، قام يروح كازينو. الكازينو يقدر لو عندك ملايين تخسرينها بساعات. وإذا أكو هواي شباب أعرفهم اجوا هنا فسدوا، راحوا ويا ناس مو زينة، قاموا يسووا يعني مخدرات وشغلات، كلهم راحوا بالشوارع في اليوم. بس الناس اللي اجوا احتكوا يعني دائما اللي تمشي ويا بالانجليزي يقولوا when you walk with a successful man you will be success. يعني اذا تشتغل ويا واحد ناجح تكون ناجح، يسوي له كوبي. هاي تذكرني بشغله كانت عندنا بالمدارس، هاي مشهوره بالمدارس. تجي الام اريد ابني يقعد يم فلان، اريد بنتي تقعد يم الشاطر. يابا هي صف كلها تريد تقعد يم الشاطر. صدق يا صدق هاي اتذكرها من كنت صغير بالمأمونيه. انا كنت قاعد بصف وحده كانت من البصره، يعني اني ابيض وعيني زرق وهي يعني كلش مثل شوكولاتو سوداء، فعندي صور بعد يوم بس كانت اشطر طالبه بالصف. هاي من البصره. فبصفي انا كنت افتخر، ما هم كلهم يريدون يقعدون يمها بس انا كنت قاعد وافتخر ان انا قاعد يمها، كانت كلش شاطره. اي والله كانت بابا عليها وشلون تقرا وشلون تدرس تعلمت. زين عندك تواصل مع اصدقائك القدامى؟ والله انقطعت بس بالتيك توك لكفوني. يعني شفت ناس كانوا وياها بالعسكريه خطيه يقولون انت كنت بالعسكريه هيك وهيك ونتذكرك، وذاك يقول لي انت من شارعنا ببغداد والعقاري وانا كنت ويا اختك وامك كلهم يعرفوني. فشقد فرحت من شفت الناس اللي مع العلم انه 30 سنه صرت رجال. يعني ممكن تلتقي بهم اذا ترجع ان شاء الله. اني الناس اللي اعرفهم ادور وراهم واحد واحد، لانه اني لازم اشوف الناس اللي تعرفها قبل. ما ادري احس شخصيتك The Godfather. يا هذا يسمحوا لي انا خال. ملقب بالخال. اكو مسلسل هم تركي. نعم. هم اكو شخص هو شلون The Godfather هو يسمحوا له الخال. اني بالعراق عندنا هاي التسميه موجوده. نعم. الجادفاذر النظام السيستم الايطالي. ما نشتغل بالايطاليين، ما تشتغل هنا، ما تشتغل هنا. البيئه الايطاليه قريبه للبيئه الشرق الاوسط. نعم. فشلون تسيطر على عمالك وشركاتك، شلون تديرهم، هذه السهوله الجادفاذر لك. بس انت انا لاحظت شغله، يعني انت جادفاذر ويا يعني الغربه ويا الاقرباء ويا وكلش تهتم بتفاصيل اخواتك. نعم صح. اريد افتهم هاي دائما نشوف الاخوه والاخوات بعد وفاه الاب الام هاي كل من يروح له او ينقطعون او يعيشون حياتهم. انا اخواتي كلهم ادير بالي عليهم مثل ما عندي 5. شلون كانت علاقتك بهم وهم يعني شلون قدرتوا تحافظون على علاقتكم حلوه وطيبه؟ من كنا صغار كنا واحد يحب الاخر. انا كنت الوحيد اللي اسوق سياره، فاوصلهم كل المدرسه وهاي الثانويه وهاي تروح كليه اوصلهم وبعدين اروح يم ابويا. زين. فشوي شوي علمت اختي فايزه سياقه، هي قامت توصل نصهم. بعدين علمت الثانيه، فاخواتي حسوا بي انه اني مقر عليهم. يعني اني وما زلت انت وما لحد الان اني بمكان ابوهم. يعني اختي تحتاج مساعده ببيتها كونستراكشن. انا شفتكم نفس العمر، بس انت الاب، انت حتى والدتك انت ابوها. امي خطيه كانت تريد تجيب لي اخ، فواحد ورا الاخر بسنه. فهاي كل خواتي وسنه ورا واحده. اخر واحد والله وقفوا وبعدين جابوا اخوي الصغير. اي والله. الله يرجع ان شاء الله. الله يسلمك، الله يخليك والله يوفقك. ثانك يو. اريد افهم مزاجك. نعم. مزاجك بالثقافه العراقيه، شنو الشيء او الاغاني اللي كنت تتاثر بها بذاك الوقت وما زلت حاليا يعني تسمع تحب؟ نعم. انا عندي مطعم ليالينا. عندي المغنيين من التراث العراقي يغنون. يعجبني مقام العراقي اكثر شيء. يعجبني مقام العراقي. شد اني اسمع مقام العراقي من شد بغداد. شد اروح اني عمري 18 سنه. حلو. انا ما اعرف اغني بس اعزف. يعني ما تغني لنا شوي؟ لا ما اغني بس اعزف. زين. ما تحفظ شعر؟ شعر حافظ مال يقول لك كن لطيفا مع الناس. سمعته؟ بس هذا حافظه.
أي. بس كن لطيفا مع الناس لو بتكمله. هو كن لطيفا مع الناس وأنت ترتقي السلم لأنك ستلتقي بهم عند النزول. أحسنت. يعني. فهذا أنت دائما هذا كان شعاري أمام عينك. فلهذا أنت لطيف جدا. فلا ما أخاف فد يوم أوقع وبعدين أظل يعني إن شاء الله ما توقع. الله يسلمك. إن شاء الله. والحمد لله وشكراني يعني وصلت المرحلة إنه ماكو يعني شلون مثل ما يقول صار روتين حياتي تشتغل ومستقبل للجيل اللي أنا فتحته وأني أفتخر عندي 123 عائلة تشتغل بخطط ماتي يعني. بس أنت عندك 123 عامل موظف. ما شاء الله. وإن شاء الله يتوسع عملك. إحنا هسه بالقاعة الجديدة راح يجون بعد أكثر يجون تقريبا المنسبين بال25 بعد فيسوي 150 إن شاء الله. فايش قد أفرح من أفتح مجال بعد للناس والجالية مالتي. إن شاء الله بعد إن شاء الله. إن شاء الله. إيش قد ما انطينا الصحة والعافية إحنا نفتح. إن شاء الله. زين دراستك شنو أنت بالدراسة؟ بالعراق أنا كنت من. وين وصلت يعني؟ والله هناك بالعراق درست متوسطة وتخرجت متوسطة صف الثالث. بعدين ما قدرت أروح الإعدادية لأنه بالإعدادية سقطت. كنت أشتغل مع أبويا وأبويا أخذوا جيش شعبي. أبوك كان يجي نطلع من البيت يروح للمحل لزموه على الشارع. شنو الجيش الشعبي؟ كان أكو بوقت أيام زمان لازم تروح يسحوا له جيش شعبي على السريع. ليش أخذوك؟ ليش أخذوك؟ أبويا يعني يروح مثل عسكرية يسحوا له. زين. جيش الشعبي يعني إفراض يفرضون واحد يروح الجيش. شنو صار وراها؟ راح يعزل المحل فاني ما كنت اروح يعني اي واحد يلقوه بالشارع يلقفوه كانوا قبل يا احنا طلعنا من الصبح بدنا نروح انا ابوي المحل ما يحس نفسه الا صاير عسكري او بس ترى المحل احنا ابوي كان يطلع الصبح غبشه حتى يعرفون يسوون سيطره الجيش الشعبي قبل صح. فهو بطلع من الشارع قالوا انت ابو فارس ابوي قال لزموني والله قال لا انا مو ابو فارس ابو فايزه قال اخوي ابو فايزه تفضل ويانا تفضل يعرفوهم خطيه اتذكرها حتى هالكلمه قال اخذوا والدي وبقى 9 أشهر بمنطقة بكركوك عسكري. فأني بذيك المرة سنة خسرت السنة مالتي. شلون معيشتكم؟ يعني واحد هو مسؤول على عائلة وياخذوه فجأة وشلون عائلته تعيش؟ هناك ما كانوا يفكرون بهذا الشيء. وشلون دبرتوا أموركم؟ احنا مواني كنت بوقتها كبير. عمامي كانوا بالعسكرية. فكان عندنا عمال مصريين يشتغلون بالمكوي فدرت المحل كله. والدتي كانت تيجي بالليل تاخذ الدخل وتروح انا ادير المحل كله. ففقدت مدرستي بس عيشت عائلتي وبقيت لبست العسكريه. والله عاشت ايدك. زين هسه انت تحس انه الفخر بتماسك العائله ونجاحها وهاي يعود للاب لو للام اكثر شيء؟ اثنيناتهم. اذا كانوا انا اقول العائله مالتنا كانوا اثنيناتهم مواجهين هذا الشيء. يعني لا اقدر افلت من امي ولا اقدر افلت من ابويا اثنيناتهم كانوا متوقعين. زين. يعني مثلا انت ايش عجب ما طلعت على ابوك وتكتفي بزوجه واحده؟ اقول لك طبعا اني كنت رايد اريد لي يعني ولد اخر ولد يكون ذكي انه يمسك كل الاعمال اللي انا دابنيها هسه. فجتني بنت وشفت البنات دا يكبرون ويتزوجون بعد ما يصيرون وياي فاريد ولد. فهذا يعني انت عندك هذا الرس العربي. ايوه هي اخر شيء فكرت بهذا. فهذا فكرت ويطلع بالانترنت بالفيسبوك اقول له انت منين؟ يقول انا عراقي. وهو امه فيتناميه. زوجتي المزوجه فيتناميه طبعا. هسه انت كم جنسيه متزوج؟ عراقيه وفيتنام بس. ثلاثه من فيتنام. عراقيه وفيتناميات ثلاثه. ما شاء الله. هم يقولوا شو كانوا قرايب هذول اخذتهم كلهم. اي والله. اي والله. الحمد لله والشكر. الحمد لله. زين. هسه اريد اسالك على الاشياء الروحانيه. نعم. انت عباداتك شغلاتك انت اللي تسويها شنو هي الاشياء اللي انت تحسها تاثر او ماخذها من عائلتك لازم تسويها؟ نعم. طبعا اني تؤمن يعني بهاي الامور؟ نعم اني اؤمن صراحه يعني كل الديانات. هاي واحد من الناس. زين. وما اتدخل بالديانات اللي يصير عندي. هذا الحزازيه وياي. يعني بالنسبه انسان ولدت من الطائفه الكلدانيه مسيحي. كنت اروح كنائس بس هاي صار لي 7 سنوات ما رايح كنيسه احكي صدق. ودائما امي تزعل مني كل عيد والله اني بزي بذاك اليوم. ومن اشوف الفاضل مال الكنيسه الاب
اقول ابونا سامحني الله يخليك انا كنت بزي وانا اعرف لازم اجي، يقول لي انت معذور. انت الناس اللي تسوي الخدمات هاي للناس وللمجتمع هذا مالنا، هذا واحد من الوسائل تسويها انت، كل واحد يؤدي مكانه. يعني حاليا هم عندكم هذا التبرع او كذا؟ نعم. تدعم يعني نعم. المجتمع الكوميونتي طبعا ندعمهم، واحنا ساعدنا هواي عوائل. اختي ساعدت اكثر من يعني هواي عوائل، 400 عائله جت لكندا. اختك تشتغل بها مجال؟ كانت تساعد الاميجريشن، تشتغل الاميجريشن، تسوي يعني هاي الكفاله الخماسيه، كفالات وهذول خماسيه. بعد شيء خلصت. اي انا بس تسمع كفاله خماسيه مو تسوون هواي. تعال طلعنا. نعم اي والله. هي اني لو اني يخلوني مسؤول يعني فد 6 اشهر يمكن اجيب لي 10,000 عراقي. يعني انا شفت اريد اساعد كل الناس اللي محتاجه. طبعا الناس اللي يعرفون وينطون عهد على نفسهم انه نطلع برا ونقدر نشتغل ونوقف، هذول الناس الناجحه. الناس اللي يفكر يطلع برا حتى يتونس ويشوف جيل وغير دنيا وغير عالم، هذا ما ينجح بحياته. هو واحد ممكن يطلع يشوف ويتونس، بس هي الونسه يوم يومين هاي خلاص يعني. بس اكو ناس يصير مدمنين يعني فعلا. نعم. فعلا. اريد اسالك على اولادك. نعم. او يعني مو بس اولادك اخواتك. نعم. من الاقرب لك؟ الصدق اخواتي اقرب من اولادك. نعم. منو من اخواتك اقرب؟ عندي اقرب اخت الي اسمها فاتن، هي بتورنتو. كنا انا وياها اخوان واصدقاء تحسها تشبهك هواي. اي 24 ساعه. وتحكي لها اسراري كل شيء، واحد يحسب اسرار الله. عندك اسرار؟ طبعا انا وياها كنا نتبادل الاسرار، كنا صغار ولي هسه. اعطينا سر. يعني سر من الاسرار، من اجوا دا يخطبوها، اجت قالت لي شنو رايك بهذا؟ يعني ما جت قالت لامي، قالت لي انت شو تقول يعني زين هذا تشيك لي اشوفه زين ولا فتشيك لي يعني. اي فخواتي كانوا كلش قريبين علي، بس اولادي مو اني صرت يعني انفصلنا اني وامهم، فالام اخذت الاولاد وكبرتهم بعيد عني. فمن كبروا بعيد عني انا ما استلمت الاولاد الا من كانوا بعد ال 18 19. قاموا يسالون على ابوهم يشوفون ابوهم شلون هذه. بس انت انفصلت بحب يعني مو مشاكل؟ لا ما يا امهم ما عندي مشاكل. اي بعد بس ليش بس يعني خلتهم، لو خلت الاولاد من جانبها كل السنين هذه. وبعدين هسه الاولاد عاده ياخذون جانب الام دائما. بكندا ياخذون جانب الام. والقانون الدوله هيجي. القانون هيجي لازم ويا الام. لازم ويا الام. يعني حتى لو تتزوج هاي يبقى وياها. يعني هسه اني ابني الصغير اللي وياي اني امه انفصلنا، بس امه جابت انطتني اياه، قالت انت انسان ناجح واني ما اقدر اعطي حياه سعيده لابني احسن منك. هي بنفسها تنازلت لي ودا اشوف منها ارقى المدارس وعنده مربيه وسايق. ما يحس انه مثلا هو فقد جزء مهم؟ نو يشوف امه دائما. وياه اني قريبه يعني عليه. كلش قريبه عليه وشك ما يدري ساقي وديه. انت ما شاء الله ما عندك كلهم علاقتك طيبه يعني تعوفهم علاقتك كلهم طيبة. يعني كلهم هسه خاصه بعد نجاحي بالعمل وبهذه اولادي كلهم جو يمي. كلهم لجؤوا لي وساعدت اللي محتاج مساعده واللي استشار، كلهم اني وياهم. بس تبقى الابن من يتربى بكندا ما يكون قريب الابو مثل ما الابن يتربى قريب على ابوه بالعراق. اكو فرق بين البيئتين. فرق بين البيئتين. انا شفتها. يعني انت وعلاقتك ويا والدك مو مثل انت وعلاقتك ويا اولادك. نعم. يعني اني لحد اخر دقائق قدام رجل ابويا، وهنا اذا اني مريض او نوم ما يجون يزوروني بزي هم. فعلا. تحس هاي سلبيه يعني؟ يعني احسها سلبيه. لانه احنا مو من هالبيئه هذه، احنا نبقى ونرجع عراقيين وما ننسى اهلنا. بس من واحد يفكر يريد يجي لهالبلد ويكبر اولاده بامان ويعطيهم شهادات ودراسات، لازم يتحمل هاي النقطه. زين يعني شلون واحد يقدر يتلافى هاي المشكله؟ يتلافى هذه اللي هو ما يخلي اطفاله يختلطون ويا الكنديين ويا الجاليه. هو لا ارادي يعني راح يروح مدارس كليه بس يصير عنده مجتمع كامل. هم تشوفين الاطفال دائما وياهم يطلعون وهذه فدي يخربون مرات. طبعا ياخذ من عنده هو. من عندهم. ودا اشوف اطفال هواي يعني مع الاسف خربوا هنا. هسه انت تحس انه تقدر تسيطر وتخلي انت تصير مثل والدك ويا اولادك؟ ويا اولادي اللي بطريقه ما. انا عندي تقريبا 6 جهال
بس اعتقد الخمسه اني فاقد السيطره. بس واحد. هذا انا ربيت تربيه عراقيه. شلون انا ربي ابويا رباني هيك ربيته. جاسم هذا يقعد الصبح اذا جاسم بالتيك توك جماعه هواي قالوا اخ استاذ فارس انت ليش مخلي جاستن صعب اسمه، واكو ناس يحبون جاستن كل يموتون على جاستن وياهم. قلت لهم بخاطركم هو اسمه بالعراقي جاسم بس بالاجنبي سويته جاستن كلها خربت من الضحك. فما خلت بخاطرهم. والله يا ابو جاسم الحديث حلو وياك. الله يسلمك الله يخليك. وتجربتك غنيه. ثانك يو. وان شاء الله تساعد كل الشباب. نعم يسلمك. واتمنى اني كل شخص راح يشوفك انه تصير عنده اكثر من مدرك. يعني اكو هوايه مدارك بالحياه، واحده من عندها انه انت لازم شلون تتعامل ويا اهلك. نعم. شلون تصير عندك بر بوالديك، وهذا وين راح يأثر. يعني حتى لو انت مثلا تنجرح من عندهم بموضوع نعم. كذا، بس انت طبيعتك نعم. انت طبيعتك انسان طيب. نعم. فانت طيب وياهم. نعم. يعني بغض النظر عن الديانة، احنا عندنا صلة الرحم. نعم. وكذا. نعم. بالدين نعم. الإسلامي. بس هواي تشوف ناس تذب أهلها. فهذا موضوع داخلي. فأتمنى يوصل هذا واحد من الأشياء الرسائل المهمة. أنت حتى تنجح بحياتك لازم أنت تكون بر بوالديك. أنت تكون إنسان طيب. أنت مو طيب يعني الطيب أكو ناس يقولون ساذج. نعم. نضحك عليه. نعم. يتقشمر. نعم. بس أنت رب العالمين راح يعرف هذا قشمرك هو يتجازى وياه. صح. فالناس عبالها من يصير شاطر، عبالها من يضحك على الناس. هاي فشي زين بس هو هذا طريقه كلش قصير. صح. ينجح مؤقتا بس يوقع. الإنسان اللي يفكر يطلع بسرعة يوقع بسرعة فعلا. إذا أنت تصعد دائما من تصعد لا تفكر بالمبلغ اللي تطلعه. فكر بمحبة الناس إلك فعلا. وفكر بالناس اللي يشتغلوا وياك والكاستمرية. عشان عندي كاستمرية المعاميل يعني أكثر من 7000 معاميل عندي من شركات وبيوت أسوي لهم. بنخلص نطق صور بالبيت ونجيب لهم هدايا ما ينسونا طول عمرهم. طبعا. البيت شلون كان ويوصون ممكن واحد الآخر. نعم. وهيجي بدينا. أنا أريد هسه من عندك قبل ما أختم برنامج أريد من عندك تنطيني خطة طريق. نعم. أني شخص أجيت إلى كندا أو نعم. أريد أجي إلى كندا وأريد أباوع اللي قدام حياتي بعد 5 سنوات 10 سنوات دا أخطط لها. انطيني خطة طريق. يعني هذا راح يكون لكل الشباب استراتيجية أو خطة. نعم. يعتمدوها. شو تقول لهم؟ يعني انطينا أشياء عملية. يعني أولاً سوي هيك فد 4 5 6 أنت ايش قد تحدد. أولاً من تجي لكندا إذا كنت تعرف إنجليزي هذا شيء زين. بس إذا ما تعرف إنجليزي أهم شيء هو اللغة. اللغة هو مفتاح الجسر اللي تعبر به للحياة هذه. طبعا أنا أتمنى هم موضوع اللغة يهتمون به بالمدرسة. ما يعتبره إنه درس ويريد يخلص منه. لازم يعني هو يتعلم لأن هاي تفتح له أبواب. كل لغة نعم. تفتح لك أبواب عالم برافو. كبير. والمهنة اللي أنت تشتغلها كل مهنة عندنا بالعراق هي مهنة. يعني مثلا عندنا الحلاق. ناس يقول لك حلاق يعني شنو حلاق؟ بس تعرفين الحلاق هنا هسه أنا عندي حلاق زيني وكل زمان $70. $70 هناك بالعراق يشتغل يوم كامل. فعلا. فأكو حلاقين نمبر 1 محلات درجة أولى عراقيين. احنا العراقيين هنا نمبر 1 حلاقين بكندا فانكوفر. أنا شفتهم. فأول ما تجي اللغة تعلم لك مهنة وبعدين تعرف على الناس الزينة اللي يوصلوك المجال العدل والزين. لا تأخذ ويا الناس اللي يضحكوك. وين واحد يضحكك خلنا أجي أفرك لا تمشي وياه. امشي ويا الناس اللي دائما يقول لك امشي شوفك شغل. الإنسان الناجحة تعلم لك مهنة وبين عندهم ويشتغل وياهم تحتك بهذول البيئة هذه وتنجح. وأني بيتي مفتوح لكل الناس العراقية اللي تجي هنا لفانكوفر ويعرفون مطعمنا والموقع مالنا يجي يحتاج مساعدة أنا مستعد أساعدهم كلهم. في نهاية حلقتنا أشكرك شكر جزيل على تلبية الدعوة وعلى دعوتي إلى المنزل إلى الوالدة والتعرف بالعائلة أجمع. طبعا هي صدفة سعيدة أنه شفت أختك جاية من السفر نفس اليوم جت. فتعرفت على الكل.
وطبعا نسيت شغلة بالأخير أريد أسألك عليها. نعم. العادات العراقية. نعم. طبعا أنت ما أعرف أنت مجرب القيمة العراقية سابقا لو لا؟ طبعا احنا من كانت تصير بالعراق من كنا بالعراق من كان تصير محرم، وهذه والدي تعرف تنطينا الجداري ورحنا نضرب بالسرة اني وراي اختي. كانت هيك تصير هيك علينا احنا لازمين سرة اني واختي وثلاث خوات وياي، ناخذ قيمة وناخذ تمن وناخذ هاي اللخة هريسة وزردة ما كنا ناخذها. اي والله اتذكرهم. هسه انا من اختم وتذكرت الوالده والزياره ولا تذكرت القيمه. هم كلش تحب القيمه كلش تحبها. فان شاء الله عجبتك القيمه. والله القيمه كلش طيبه. انا قلت له وين ليش ما تسوي بالمطعم قيمه؟ والله عندنا هذا الطباخ يمنا يشتغل خوش يسوي قيمه. انا انطيك الوصفه الوصفه الرئيسيه النجفيه. النجفيه كلش طيبه هاي النجفيه. تعرفي والله اليوم اخذ رسبي من عندك. ابيعها ان شاء الله. مو مشكله. طبعا أنا أشكرك هواية اللي تحتها الفرصة اللي أنا أبين نفسي قدام كل الناس اللي يحبوني، أهل بلدي والجالية العربية كلها بالعالم. أريد أشكر بالأخصاص والدتي الغالية وعائلتي اللي شجعوني لهالنجاح هذا، والكل عشيرة المرقاية والكل الطائفة الكلدانية وكل المسيحيين والعراقيين والعرب بالعالم. ربي يحفظكم، وإحنا إن شاء الله كلنا أخوة إن شاء الله والله بالعراق. الله يوفقك إن شاء الله. ممتنة جدا الله يسلمك لهذا الحديث الشيق. شكرا. الله يسلمك والله أسعد.